محدش يقدر ينكر إن الاقتصاد الأمريكي هو المتحكم في الاقتصاد العالمي، وإن عملة الدولار هي أهم عملة في العالم، والاعتقاد السائد إن قوة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بسبب القوة الاقتصادية لأمريكا. لكن السؤال هنا، إزاي قدرت دولة عمرها صغير توصل للقوة الاقتصادية الجبارة دي؟ والإجابة إن أمريكا اتبنت على كتف 5 أشخاص قدروا يحولوها للقوة الاقتصادية الجبارة اللي بنشوفها النهاردة، كل واحد فيهم هو حوت المجال بتاعه. النهاردة هنحكي قصة أقوى 5 رجال أعمال في التاريخ، لأن القصة وراها حكاية. ازاي طفل اتولد من قلب الفقر في اسكتلندا قدر يبني امريكا الحديثة وبقى واحد من اغنى اغنياء العالم؟ طريقته الصعبة والعنيفة في ادارة الاعمال سببت موت مئات الاشخاص، من بينهم اطفال، يا اما عشان ربح المال يا اما عشان متعته الخاصة. لكنه معروف النهاردة بانه كان اكتر الناس تبرع بالمال حوالين العالم، ولانه ما قدرش يكمل تعليمه وعمل اكتر من 3000 مكتبة حوالين العالم وانشأ مئات المدارس والجامعات. النهاردة هنحكي قصة الجد الطيب صاحب التاريخ المظلم، أندرو كارنيجي. القصة بدأت سنة 1835. اتولد أندرو كارنيجي في بيت فقير جدا. والده كان بيشتغل في صناعة النسيج اليدوي، وأندرو تخيل إنه لما يكبر هيشتغل نفس شغلانة والده. لكن لما دخلت الثورة الصناعية وبدأ صناعة النسيج بالماكينات البخارية، والد أندرو لقى نفسه من غير شغل، فبدأت والدة أندرو تشتغل شغلانات جانبية في إصلاح الجزم. لكن حالتهم المادية كانت صعبة جدا، لدرجة إن أندرو في يوم من الأيام شاف والده في الشارع بيتوسل للناس عشان يجيبوا له أي شغل يصرف بيه على بيته. المنظر ده أثر في أندرو جدا، وده اللي خلاه يكتب في سيرته الذاتية إن الموقف ده خلى حياة أندرو تتمحور حوالين جمع المال. وبعد التدهور الكبير اللي حصل لعائلة أندرو، قرروا إن لازم يطلعوا من اسكتلندا، وإن العيشة فيها بقت صعبة جدا. باعوا كل ممتلكاتهم وجمعوا مبلغ صغير، وفي سنة 1848 حطوا المبلغ الصغير في تذاكر سفر لأمريكا. العيلة لما وصلت أمريكا استقرت في ولاية بنسلفانيا، واللي كانت ولاية صناعية كبيرة وقتها. لكن والد أندرو معرفش يلاقي شغل بسهولة، اشتغل شغلانات كلها بسيطة وبمبلغ قليل، وده اللي خلى أندرو وهو عنده 12 سنة يسيب المدرسة ويبدأ يدور على شغل. وبالفعل اشتغل في مصنع لصناعة القطن، وأثبت كفاءة عالية في الشغل بتاعه، لدرجة إن في السنتين اللي اشتغلهم في مصنع القطن اترقى 3 مرات. ومع إن الشغل كان بيدخل لأندرو مبلغ كويس كل أسبوع، لكن أندرو قرر يسيب الشغل بسبب الضغط النفسي والجسدي اللي كان بيتعرض له في شغل المصنع. وفي خلال أيام اتعين كساعي بريد في مكتب تلغراف. أغلب رسائل التلغراف في الوقت ده كانت بتيجي للشخصيات المهمة في المدينة، زي رجال الأعمال ورجال الصناعة. وأندرو كان ذكي في شغله، لأنه كل مرة كان بيوصل رسالة لحد من الشخصيات المهمة دي كان بيتعامل معاه بطريقة لبقة جدا. وده اللي خلى كل الشخصيات المهمة في المدينة تبقى عارفة أندرو بشكل شخصي. من الناس دي كان رجل أعمال اسمه توماس سكوت. توماس سكوت كان المدير العام لشركة بنسلفانيا للسكك الحديدية، أكبر شركة سكك حديد في أمريكا وقتها. توماس أعجب بشكل كبير بشخصية أندرو، لأنها كانت بتفكره بنفسه وهو صغير، فقرر تعيين أندرو المساعد الشخصي ليه. ودي اللي كانت نقلة كبيرة جدا في حياة أندرو وقتها. وده لأن توماس كان بيعلم أندرو كل تفاصيل الشغل، من أول إزاي الشركات الكبيرة بتدار لحد إزاي التعامل مع الشخصيات المهمة. أندرو قدر يثبت نفسه بشكل كبير جدا لتوماس، وده اللي خلى توماس يشوف أندرو كابن ليه، لدرجة إن توماس لما كان بيتكلم مع حد عن أندرو كان بيقول عليه ماي بوي أندي، أو أندي ابني. الحاجات الكتير اللي أندرو اتعلمها من توماس في شركة السكة الحديد هتكون جزء أساسي من إزاي أندرو قدر يبني إمبراطورية الصلب بتاعته. أندرو فضل سنين يتعلم من توماس في شركة بنسلفانيا للسكك الحديد، وطوروا مع بعض قطورات أكبر بتقدر تسحب حمولات أكتر عشان تقلل تكلفة النقل. لكن أول مبلغ كبير أندرو قدر يعمله لما في يوم من الأيام توماس دخل عليه وقال له عايزك تحط كل فلوسك في أسهم شركة اسمها آدم إكسبرس. في الفترة دي أندرو استغرب من طلب توماس، لكن أندرو كان بيثق في توماس ثقة عمياء، وبالفعل حط فلوس كتير في أسهم شركة آدم إكسبرس. وفي خلال أيام أسهم الشركة سعرها اتضاعف أكتر من مرة، وده اللي خلى أندرو يحقق ربح كبير جدا. في اللحظة دي أندرو أخد باله من حاجة: أنا حققت أكبر مبلغ في حياتي من غير ما أشتغل، من غير ما أبذل مجهود في وظيفة عشان أخد مرتب. وده اللي خلاه يبدأ يفكر إنه ما يشتغلش عند حد ويكون عنده البيزنس الخاص بيه. وكانت دي أول خطوة كبيرة في حياة أندرو عشان يحقق إمبراطوريته. وفي خلال شهور أندرو اتنقل للعيشة في نيويورك،
وكان بيدير شركة اسمها كيستون بريدج كومباني أو شركة كيستون للكباري. أول ما أندرو بدأ إدارة الشركة بدأ يبص على المنافسين. كل المنافسين بيعملوا الكباري بتاعتهم من الخشب، والكباري الخشب كان ليها 3 عيوب رئيسية. أولا ما ينفعش تكون بطول كبير عشان تقدر تستحمل الأوزان التقيلة للقطارات. ثانيا تكلفة صيانتها غالية جدا مقارنة بالكباري الحديد. ثالثا وده الأهم إن بان العيب الحقيقي في فترة الحرب الأهلية في أمريكا، كباري كتير اتحرقت بسبب نار بسيطة، وده اللي خلى جزء كبير من الكباري الأمريكية تنهار في فترة الحرب الأهلية، وده اللي خلى منافسين أندرو يبدأوا يستثمروا في الكباري الحديدية. لكن مشكلتهم مع الكباري الحديدية إن كانت تكلفتها غالية جدا بسبب إن هم بيشتروا الحديد من مناجم الحديد، وبعد كده يبعتوا الحديد الخام لمصانع الحديد والصلب عشان تشكله على الأشكال اللي هم عايزينها، وبعد كده يشتروها من مصانع الحديد والصلب ويبدأوا يركبوها ويعملوها على شكل كوبري. فطبعا مع التكلفة العالية ديت كانت كل العقود اللي بتيجي للشركات المنافسة لإنشاء كباري حديدية كانت بتكون كباري صغيرة. فأندرو بدأ يشتغل على خطة اتعلمها من توماس. الخطة دي كان اسمها Cut the Middleman، وبسرعة اشترى مناجم حديد كتير جدا واشترى مصنع لتشكيل وصناعة الحديد والصلب، وده اللي خلاه يقلل التكلفة كتير جدا عن كل المنافسين. بعض التقارير كانت بتقول ان الكباري بتاعة شركة أندرو كانت أقل 50% في التكلفة عن كل المنافسين. لكن اللي خلاه فعلا يكتسح السوق هو علاقاته القوية اللي عملها بشركات السكك الحديد لما كان شغال في سكك حديد بنسلفانيا مع توماس. وبعد ما أندرو قدر يثبت نفسه في مجال صناعة الكباري، جاله عقد لصناعة أطول كوبري في أمريكا وقتها، وهو كوبري فوق نهر المسيسيبي بطول ميل وحاجة بسيطة أو حوالي 2 كيلو. ساعتها أندرو اتصدم، لأنه كان عارف إن كوبري بالطول دوت مصنع من الحديد هيكون تكلفته عالية جدا حتى بمقاييس أندرو، وحتى لو حاول يصنع الكوبري دوت من الخشب هيكون مستحيل بسبب التيارات القوية لنهر المسيسيبي. فطلب من الحكومة تأجيل المشروع شوية وبدأ يدور على حل للمعضلة دي. لف أمريكا كلها، اتعرف على كيميائيين كتير وعلى علماء أكتر، حاول يشرح لهم المشكلة ويحاولوا يلاقوا معاه الحل، لحد ما بالصدفة اتعرف على العالم البريطاني هنري بيسمر. بيسمر كان اخترع نوع جديد من الأفران لتسييح وتشكيل الحديد والصلب، وسمى الاختراع بتاعه بيسمر كونفرتر. الفرن ده كان مذهل بكل معنى الكلمة، كان بيخلي الشغل اللي في العادي بياخد أسبوعين في مصانع الحديد والصلب يخلص في أقل من 15 دقيقة. وأندرو انبهر أول ما شاف الكفاءة العالية للفرن، وأول حاجة جت في دماغه إن الفرن ده مش بس هيخليني أقدر أبني الكوبري فوق نهر المسيسيبي، ده هيخليني أقدر أبني ناطحات سحاب. ساعتها أندرو عمل أذكى حركة في حياته، هو ما خدش الفرن دوت وراح وداه للشركة اللي هو بيديرها، هو استقال من الشركة وعمل مصنعه الخاص، حط كل فلوسه وأخد قروض كبيرة جدا عشان يعمل مصنع الحديد والصلب الخاص بيه، وخلى كل الأفران اللي في مصنع الحديد والصلب الأفران بتاعة هنري بيسمر، أفران البيسمر كونفرتر. وكمان أخد عقد صناعة الكوبري الحديد فوق نهر المسيسيبي من الحكومة الأمريكية، وبدأ الشغل عليه، وبعد سنين من الشغل والتعب انتهى من صناعة الكوبري العملاق واللي كان وقتها تحفة فنية وهندسية. والكوبري ده اللي موجود لحد النهاردة ومن إنتاج شركة كارنيجي ستيل. وبعد النجاح الكبير للكوبري اللي صنعه كارنيجي بالشركة الجديدة الخاصة بيه، بدأ يفكر إن أنا لسه في بداية الطريق، أنا توصلت للاختراع اللي هيخليني أقدر أبني أمريكا بالكامل. وبعد النجاح الكبير لشركة كارنيجي بسبب كوبري نهر المسيسيبي، تهافتت عليه كل شركات السكك الحديد عشان تغير الكباري بتاعتها من الكباري الخشب للكباري الحديد، بما ان الكباري الحديد دلوقتي تكلفتها قلت كتير عن زمان. ساعتها أندرو عمل حركة ذكية جدا في البيزنس. ساعتها سمى أكبر فرن لتسييح وتشكيل الحديد عنده على اسم إدجار تومسون. إدجار تومسون هو صاحب شركة بنسلفانيا للسكك الحديد، واللي كانت وقتها أكبر شركة للسكك الحديد في أمريكا كلها، ودي نفس الشركة اللي أندرو اشتغل فيها في بداية حياته مع توماس. إدجار عجبته جدا الحركة دي من أندرو، لدرجة إن عمل عقد مع أندرو بعدها على طول بصناعة 2000 خط سكة حديد للشركة، وده اللي كان أكبر عقد يجي لأندرو ولشركته الجديدة وقتها. لكن ده ما كانش السبب الوحيد اللي خلى إدجار يعمل العقد ده مع أندرو. السبب الأهم إن أندرو بينتج حديد جودته أعلى وسعره أقل،
والسبب الرئيسي في السعر الأقل للحديد إن أندرو كان عنيف جدا مع الموظفين بتوعه. العمال اللي كانوا بيشتغلوا في المصنع بتاع أندرو ما كانوش بياخدوا أجازات نهائي، كانوا بيشتغلوا كل أيام السنة 12 ساعة في اليوم. اليوم الوحيد اللي كانوا بياخدوه أجازة هو الرابع من يوليو، يوم واحد بس في السنة. مش بس كده، أي عامل أداؤه في الشغل بيقل ولو بنسبة بسيطة لأي سبب أندرو كان بيرفضه على الفور. ده غير إن وسائل الأمان في المصنع بتاع أندرو كانت معدومة، مفيش أمان تقريبا، لدرجة إن حوادث الموت جوه المصنع بتاع أندرو كانت حاجة شبه يومية. ومع إن الإجراءات الصعبة دي كانت مخلية مصنع أندرو هو الأكثر كفاءة في أمريكا كلها، إلا إنها في نفس الوقت كانت بتحسس العمال بعدم الإنسانية. مرتباتهم قليلة جدا وما بياخدوش أجازات، وفي أي وقت ممكن يموتوا، وده اللي هيعمل مشاكل كتير لأندرو في المستقبل. أندرو كان قدر يثبت نفسه بشكل كبير في صناعة الحديد والصلب بسبب عقوده الكتير مع شركات السكك الحديد. النجاح ده استمر لسنين، لكن بعدها بفترة ضرب أمريكا أزمة اقتصادية كبيرة جدا. الأزمة دي ضاعفت شركات السكك الحديد بشكل كبير، قللت عدد الرحلات اللي بيعملوها وخلت البيزنس بتاعهم شبه متوقف، وده اللي خلاهم يلغوا عقود كتير مع شركة كارنيجي ستيل. ساعتها أندرو أيقن إن البيزنس بتاعه كله قائم على بيزنس السكك الحديد، ولو السكك الحديد حصل فيها أي مشكلة مصانع أندرو كلها بتقف، وده اللي دخله برضه في أزمة كبيرة جدا في السيولة المالية. لكن أصعب موقف عدى على أندرو في الفترة دي لما الأب الروحي بتاعه توماس سكوت جاله عشان يشتكيله من الأزمة الاقتصادية اللي الشركة بتاعته في السكك الحديد بتعاني منها. توماس كان بيعيط لأندرو وبيترجاه إن يستثمر في البيزنس بتاعه ويشتري بعض الأسهم عشان ينقذ شركته. المنظر ده فكر أندرو بشكل والده لما كان بيتوسل للناس عشان يدوله شغل، واللي قهر أندرو أكتر إن ما كانش معاه سيولة يساعد توماس. وبعد الموقف ده بأقل من سنة توماس سكوت مات بسكتة قلبية. ساعتها أندرو انهار نفسيا، ما قدرش يساعد والده لما كان فقير لدرجة إنه مات وهو بيتوسل لشغل، وحتى لما أندرو بقى غني ما قدرش يساعد والده الروحي، ووالده الروحي مات فقير. في الوقت ده أندرو قرر إنه يبقى أكثر عنفا ودموية في جمع المال عشان ما يتحطش في الموقف ده للمرة الثالثة. في الوقت ده ناس كتير من المدن الصغيرة اللي حوالين نيويورك بدأوا يسافروا للمدينة الكبيرة عشان يدوروا على شغل، وبالفعل كانوا بيلاقوا شغل بسهولة لأن المدينة كان فيها بيزنس كبير جدا وقتها. لكن المشكلة اللي كانت بتواجه المدينة هي الإسكان. المدينة توسعت بشكل كبير جدا على الأرض، لكنها ما كانتش قادرة تحتوي كل عدد السكان ده. فكارنيجي شاف الفرصة إن طالما سكك الحديد متوقفة بشكل شبه كامل في الفترة دي، هو هيستثمر صناعة الحديد بتاعته في إنشاء المباني العملاقة. وبالفعل شركة أندرو في الوقت ده أنشأت عشرات ناطحات السحاب في ولاية نيويورك، وده اللي غير شكل المدينة بالكامل. لكن عشان بيزنس أندرو في الإنشاءات يتوسع كان لازم يكون معاه شريك عنيف، واللي كان معروف بشغله الإجرامي. الشريك ده هو هنري كلاي فريك. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من قصة أندرو كارنيجي. في الجزء الأول اتكلمنا عن بداية حياته كطفل فقير في اسكتلندا وإزاي سافر أمريكا وقدر يثبت نفسه بسرعة لحد ما بقى عنده واحد من أكبر مصانع الحديد والصلب في الولايات المتحدة. فلو ما كنتش شفت الجزء الأول أنا هعمل بلاي ليست بالجزئين وهسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن وفي أول كومنت. هنبدأ الجزء الثاني من بعد ما تمت الشراكة ما بين أندرو كارنيجي وهنري كلاي فريك، والشراكة ما بينهم كانت قايمة على اتفاق بسيط. أندرو عايز يزود أرباح الشركة بشكل كبير، لكن عشان يعمل كده لازم ياخد سياسات صعبة جدا ومجحفة في حق العمال وفي حق موردين الحديد والصلب، لكنه في نفس الوقت كان بيخاف على شكله في المجتمع. أما هنري ما كانش بيفرق معاه شكله في المجتمع، فكان هياخد هو كل السياسات الصعبة في حق العمال. ولو أي حد سأل أندرو أنت ليه سياسات شركتك بقت صعبة كده، هيقول لهم أنا ماليش دعوة، ده شريكي هنري هو اللي بياخد القرارات دي. وبعد ما تمت الشراكة هنري حب يثبت نفسه بشكل سريع لأندرو، فأول قرار خده هو إعادة مناقشة عقود توريد الحديد الخام من مناجم الحديد. وبسبب طريقته الصعبة والمخيفة في بعض الأحيان قدر يوصل لعقود بأقل بكتير من اللي كان أندرو متعاقد بيها مع مناجم توريد الحديد. وتاني قرار خده هو بتقليل رواتب العمال في المصنع، قلل الرواتب بحوالي 20% وزود عدد ساعات العمل. ده غير إن لغى كل وسائل الأمان داخل المصنع، وده اللي خلى العمال يوصلوا لحالة عصبية عالية جدا بسبب عدد ساعات العمل الطويلة والرواتب القليلة، وإن في أي وقت ممكن حد منهم يموت. بعض التقارير كانت بتقول إن 10% من عمال مصانع كارنيجي كانوا بيموتوا سنويا، ومع إن الوفيات كانت بتزيد إلا إن أرباح الشركة برضه كانت بتزيد. في أول سنة هنري قدر يرفع أرباح الشركة للضعف، وده اللي كان عاجب أندرو بشكل كبير. إلا إن أول اختبار حقيقي لسياسات هنري في إدارة الشركة حصلت لما شركة تانية صغيرة اسمها دوكين ستيل وورك بدأت تاخد حصة كبيرة جدا من السوق، وده بسبب إن أسعارهم كانت أقل بكتير من أسعار مصانع كارنيجي.
واللي ما كانش مفهوم ازاي وصلوا للسعر ده. يعني كارنيجي وهنري قللوا رواتب العمال وخدوا عقود احسن من موردين الحديد، الا ان برضه شركة دوكين بتنزل الحديد بسعر اقل بكتير منهم. وكان بدأ ينتشر كلام ان هم بيستخدموا تقنية بتقلل سعر صناعة الحديد والصلب اقل بكتير من مصانع كارنيجي، وده اللي كان مجنن اندرو وهنري. ساعتها هنري قال لاندرو ابعد عن الشركة فترة وانا هحل موضوع شركة دوكين، وكان باين من نبرة صوته ان هو هيستخدم اسلوب قذر عشان يدمر الشركة. وبالفعل في خلال ايام قدر يستعين بجزء كبير من المرتزقة ومن ناشري الاشاعات، ونشر اشاعة بين كل الناس ان الحديد بتاع مصانع دوكين فيه مشاكل كتير جدا وبيفتقد الى ميزة مهمة وهي الهوموجينيتي. طبعا ساعتها ما كانش حد عارف يعني ايه هوموجينيتي، ودي كانت كلمة من تأليف هنري، لكن الكلمة اللي من تأليف هنري ديت خوفت كل مديرين المشاريع، اللي هو احنا مش هنستخدم حديد فيه مشاكل، فببساطة هنشتري الحديد بتاع اندرو حتى لو اغلى بشوية. وخطة نشر الاشاعات دي نجحت بشكل مبهر، لدرجة ان في فترة زمنية قصيرة جدا شركة دوكين كانت هتعلن افلاسها، إلا إن في الوقت المناسب دخل هنري وتعاقد معاهم عشان يستحوذ عليهم. في الوقت ده أندرو كان مستغرب، أنت ليه يا هنري عايز تشتري المنافسين بتوعنا؟ مش أسهل إن إحنا ندمرهم؟ إلا إن رد هنري كان ذكي جدا، قال له الناس دي استخدمت تقنية إحنا ما نعرفش عنها حاجة، التقنية ديت قللت سعر الحديد بتاعهم أكتر مننا، إحنا لازم نعرف إيه التقنية ديت ونحطها في المصانع بتاعتنا. ساعتها أندرو اقتنع إنه شارك الشخص المناسب، الشخص اللي قدر يقضي على المنافسة في فترة زمنية قليلة، وأخد كمان التقنية بتاعتهم وطبقها في الشركة بتاعتنا. ومن اللحظة دي والشركة بتحقق نجاحات كتير جدا، لكن في نفس الوقت بتعمل مصايب أكتر. أول مصيبة كانت السبب في موت آلاف الأشخاص ومئات الأطفال. المصيبة ديت بدأت لما هنري اشترى أرض كبيرة في منطقة جبال بيتسبرغ وعمل عليها نادي للأغنياء، وسمى النادي نادي ثاوث فورك لصيد الأسماك والحيوانات. ولما بدأ هنري يوزع العضويات خلى العضوية رقم 1 باسم أندرو كارنيجي، وكان هو أغنى عضو من أعضاء النادي. ولأن النادي بالأساس كان نادي لصيد الأسماك فكانوا محتاجين البحيرة الخاصة بيهم، فأعضاء النادي فرضوا سيطرتهم على سد ثاوث فورك عشان يسيطروا على البحيرة اللي وراه ويبدأوا الصيد فيها. المشكلة إن كان على بعض الكيلومترات من مصب السد مدينة اسمها جونستاون. مدينة جونستاون كان ساكن فيها آلاف العمال وأسرهم، ولأن هنري ما كانش مهتم بسلامة العمال اللي ساكنين في المدينة بدأ يعمل تعديلات على السد اللي هو سيطر عليه، زي إنه قصر من ارتفاع السد بشكل كبير عشان يخلي شكله جميل قدام أعضاء النادي. ولما المشرفين على سلامة السد شافوا المنظر ده بقوا بيتوسلوا لهنري عشان يقوي من السد تاني وما يهدش منه أكتر من كده، لكن هنري ما فرقش معاه تحذيرات المشرفين. لكن المصيبة بدأت لما سنة 1889 حصلت أكبر عاصفة رعدية في تاريخ المنطقة. أمطار عنيفة جدا أدت لسيول كسرت السد اللي هنري كان عدل عليه تعديلات كتير، وكل السيول دي اندفعت لمدينة جونستاون. الحادثة دي موتت أكتر من 2200 شخص، من بينهم 400 طفل، وفضلوا لسنين يكتشفوا جثث على بعد أميال من المدينة. ودي كانت أكبر كارثة بشرية أمريكا تسجلها في وقتها. ولكن لأن أعضاء النادي كانوا كلهم من أثرياء القوم استغلوا أموالهم ونفوذهم في إخفاء أي أدلة ضدهم، ولأن أندرو كارنيجي كان صاحب العضوية رقم 1 فهو كان أكثر المتبرعين عشان ينهوا المشكلة ديت بدون إدانة أي فرد من أفراد النادي. لكن دي ما كانتش نهاية الكوارث اللي اتورط فيها أندرو، بل دي كانت بدايته. أندرو كان عنده مصنع للحديد والصلب في منطقة هومستاد. المصنع ده كان بيحقق أرباح كبيرة جدا، وكان العمال فخورين بالإنتاج اللي بيعملوه، مع إن مرتباتهم كانت قليلة والأجازات معدومة ومفيش أي تقييم لمعايير الأمان، إلا إن كان عندهم أمل إن العقود بتاعتهم قربت تخلص، وفي تجديد العقود هيطلبوا زيادة في المرتب وزيادة في وسائل الأمان في المصنع. وأندرو كان عارف إن العمال عملت رابطة للعمال وكانوا هيطالبوا بالطلبات ديت في نهاية عقودهم، فأندرو لمح بطريقة ما إن لو العمال كانوا كويسين معاه هيعمل لهم مكتبة جنب المصنع عشان يتعلموا فيها اللي هم عايزينه. وطبعا ده عرض كان غبي جدا، اولا لان اغلب العمال ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، ثانيا معنى كلمه يبقوا كويسين معاه ان هم يتخلوا عن رابطه العمال بتاعتهم ويتخلوا عن المطالب اللي هم بيطلبوها. ولما اندرو شاف ان العمال عنيدين جدا ومصرين على الطلبات اللي هم عايزينها، قرر سنه 1892 انه يسافر اجازه طويله لاسكتلندا قبل انتهاء عقود العمال وتجديدها في المصنع، وكلف هنري انه يجدد العقود مع العمال في المصنع بدون زياده في المرتبات وبدون زياده في وسائل الأمان، وادى هنري كل الصلاحيات انه ينفذ الامر ده باي طريقه ممكنه. بمعنى اخر أندرو كلف هنري انه يكون عنيف جدا مع العمال ويعمل اللي هو عايزه باي طريقه ممكنه، واندرو ساب البلد وسافر اسكتلندا في اجازه طويله عشان يبعد عن اي مساءله لو حصل مشاكل. لكن أندرو قبل ما يسافر ادى هنري امر مهم جدا، قال له لازم تزود نسبه الانتاج في المصنع بشكل كبير عشان يبقى عندنا مخزون كافي. لو العمال عملوا مقاطعه للعمل
أو مظاهرات للاعتراض، يبقى عندنا كمية كافية من الستوك نقدر نبيعه لحد ما نخلص المشكلة مع العمال. وبعد ما سافر أندرو، هنري بدأ يضغط على العمال بشكل عنيف جدا عشان يزودوا الإنتاج بشكل مرعب، وبسبب انعدام وسائل الأمان في المصنع والضغط القوي جدا على العمال عشان يزودوا الإنتاج، بدأوا العمال يموتوا بسبب حوادث بتحصل في المصنع. بعض التقارير بتقول إن في الفترة القصيرة دي 10% من عمال المصنع ماتوا بسبب حوادث حصلت نتيجة لعدم وجود عوامل أمان. الضغط النفسي والعصبي اللي كان بيتعرض له العمال، زائد إن عمال بدأوا يشوفوا زمايلهم بيموتوا في المصنع، خلاهم يتمسكوا أكتر بالمبادئ اللي كانوا عايزينها في تجديد العقود بتاعتهم. ولما انتهت عقود العمال وبدأت رابطة العمال تتناقش مع هنري في العقود الجديدة، وبدأوا يعرضوا مطالبهم من زيادة في المرتبات وزيادة في وسائل الأمان جوه المصنع، كان رد هنري: لو عايزين تكملوا شغل في المصنع، أولا لازم تفكوا رابطة العمال، ثانيا العقود هتتجدد بتقليل في المرتبات بنسبة 20%. وده اللي كان رد صادم ومجحف لكل العمال، أولا لأن هم عارفين نسبة الأرباح الكبيرة جدا اللي بيحققها المصنع ده، ثانيا هم استحملوا ضغط نفسي وعصبي كتير جدا. مئات العمال ماتت في المصنع وهم بيشتغلوا عشان يكبروا اسم المصنع ويبقى واحد من أكبر مصانع إنتاج الحديد والصلب في أمريكا، وكانوا كل اللي منتظرينه من صحاب المصنع هو زيادة في المرتبات ومعدلات الأمان. لكن هنري كان مصر إنه مش هيتنازل لمطالب العمال، فبدأ العمال يحاولوا يتواصلوا مع أندرو كارنيجي في اسكتلندا. بعتوا له مئات البرقيات بيحاولوا يوضحوا له فيها قد ايه هنري ظالم في العقود الجديده معاهم، وان اكيد انت يا اندرو يلي بتدافع عن حقوق العمال مش هترضى بالظلم ده. لكن اندرو ما كانش بيرد على برقيات العمال، ولكنه في نفس الوقت كان بيبعت برقيات لهنري بيطمنوا فيها ان هو موافق على السياسات اللي بيستخدمها هنري في الضغط على العمال، وحتى في برقية منهم كان بيقول له في نهايتها: احنا معاك للنهاية. وده اللي طمن هنري اكتر وشجعه على انه يستمر في سياسات الضغط اللي بيعملها على العمال، وراح مبلغ العمال ان اللي مش هيرضى بالشروط اللي انا فرضتها هستغنى عنه واجيب بداله عامل مهاجر ادفع له فلوس اقل. ساعتها العمال قرروا الاضراب عن العمل على اساس ان دي هتكون ورقه ضغط على هنري عشان يرضى بشروطهم. راح هنري مبلغ رابطه العمال ان احنا مستغنيين عن كل العمال اللي اضربوا عن العمل، يعتبروا نفسهم ما يرجعوش الشغل تاني. وده اللي زود غضب العمال اكتر واكتر. احنا اكتر ناس ضحينا عشان المصنع ده، احنا ضحينا اكتر من صحاب المصنع نفسه. فقرروا يعملوا وقفة احتجاجية قدام بيبان المصنع يمنعوا فيها اي عمال جدد ان هم يدخلوا المصنع. لكن هنري ما تأثرش قوي بالقرار ده. بكل بساطة أندرو لما طلب منه يزودوا إنتاج المصنع عشان العمال لو عملوا إضراب يبقى معاهم وقت تكون فيه أرباح المصنع مستقرة، لكن هنري كان عين مرتزقة اسمهم بينكتنز. البينكتنز دول كانوا هيجوا بالسلاح بتاعهم عشان يقضوا على الإضراب والتظاهر اللي قدام المصنع. أول ما العمال المتظاهرين بدأوا يشوفوا المرتزقة دول جايين عليهم بالسلاح، بدأوا يتكلموا معاهم إن يبعدوا عنهم، احنا بنتظاهر مظاهرة سلمية عشان ناخد حقوقنا. لكن المرتزقة كان عندهم امر واحد بس: اقضوا على التظاهر بأي شكل. وفي الوقت ده بدأت المعركة. معركة استمرت أكتر من 12 ساعة، كان فيها المرتزقة بيستخدموا الأسلحة النارية والمتظاهرين بيستخدموا السكاكين والحجارة. خلال ال 12 ساعة مات العشرات من الجانبين، لكن في انتهاء المعركة كان فريق واحد بس هو اللي كسبان، فريق العمال المتظاهرين. في اللحظة دي العمال كانوا في غاية السعادة، أكيد إحنا كسرنا شوكة هنري وهنقدر نتفاوض على الحاجات اللي إحنا عايزينها. وما كانوش متخيلين جنون العظمة هيخلي هنري يعمل إيه الفترة الجاية. في خلال ساعات هنري تواصل مع حكومة ولاية بنسلفانيا وقدر يقنعهم بالفلوس وبالنفوذ ان هم يبعتوا الجيش بتاع الولاية عشان يقضي على التظاهر اللي قدام المصنع. وبالفعل ارسلوا اكتر من 8000 مجند بالاسلحة بتاعتهم عشان يقضوا على التظاهر. وفي اللحظة دي أدرك العمال إن هم مش هيقدروا يواجهوا جيش نظامي، ودي كانت النهاية بالنسبة للعمال اللي بنوا المصنع. بنوا المصنع بعرقهم وبدمهم، وكانت النهاية إن تم تبديلهم بعمال مهاجرين بياخدوا مرتبات أقل منهم. آلاف الأسر اتدمرت بسبب قرارات هنري، وده اللي خلى المجتمع ينقسم جزئين: جزء شايف ان السياسات الصعبة اللي بيتخذها هنري هي اللي بتقلل سعر الحديد وبيبني امريكا الحديثة، وجزء شايف ان مهما كانت سياسات هنري مفيدة للمجتمع فما فيش مبرر لقتل الناس. لكن أندرو ما كانش فارق معاه كل ده، كل اللي فارق معاه ان المذبحة اللي حصلت أثرت على اسم أندرو كارنيجي، وحركة ان هو يتهرب ويحط هنري في وش الصورة ما عادتش نافعة مع المجتمع، وكله بقى شايف ان اكيد هنري بينفذ كل القرارات دي بموافقة أندرو، ومش معنى ان انت كنت في اسكتلندا ان انت ما كنتش على علم باللي بيحصل. ساعتها أندرو قرر انه يقعد في اسكتلندا مدة اطول لحد ما الامور تهدى في امريكا، لكن كل ده منفعش وصورة أندرو كانت اتأثرت للأبد بسبب المجزرة اللي حصلت. أندرو اول ما رجع امريكا بدأ يحاول يحسن صورته في المجتمع، بدأ يتبرع بفلوس كتير جدا ويبني مدارس ومكتبات في كل مناطق أمريكا على أمل إن صورته الاجتماعية قدام الناس تبدأ تتحسن. وكل ده ما كانش فارق مع هنري،
هو كده كده ما بيفرقش شكله في المجتمع. لكن أندرو عمل حركة دمرت صورة هنري قدام الناس. في لقاء صحفي مع أندرو قال إن هو ما كانش عنده أي علم باللي بيحصل، وإن لو كان موجود في أمريكا وقتها ما كانش هيحصل المذبحة دي، وإن كل اللوم المفروض يكون على هنري هو السبب في كل المشاكل اللي حصلت. ساعتها هنري وصل لأعلى درجات الغضب من أندرو. لسنين أنا كنت بنفذ كل اللي أنت بتقوله وكنت بكون أنا في الصورة، لكن إن أنت تسلمني على إن أنا السبب في كل المشاكل ده اللي مش هيعدي أبدا. هنري استقال من إدارة الشركة وكان عايز يفض الشراكة اللي ما بينه وما بين أندرو، فالمفروض أندرو يدفع لهنري القيمة العادلة للأسهم اللي يمتلكها هنري في الشركة. لكن عند بداية المفاوضات أندرو قرر يقيم أسهم هنري بسعر أقل بكتير من السعر العادل، وده اللي زود من غضب هنري أكتر وأكتر، وده اللي خلى هنري يرفع قضية على أندرو عشان يقيم الأسهم بتاعته بالسعر العادل. والقضية دي كانت واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية في أمريكا وقتها. لكن في النهاية تم التوصل لسعر مرضي لأندرو وهنري، وأندرو استحوذ على الأسهم اللي كان يملكها هنري في الشركة مرة تانية، وده اللي خلاه يرجع المالك بنسبة 100% لشركة كارنيجي ستيل. بعد ما أندرو رجع استحوذ تاني على الشركة بتاعته بالكامل، فضل هو في إدارة الشركة لفترة، لكنه كان بدأ يحس إنه كبر في السن. أندرو في الوقت ده كان عدى 70 سنة، فبدأ يكون عنده الرغبة إنه يبيع الشركة بتاعته. لكن المشكلة إن الشركة بتاعته كانت قيمتها عالية جدا. مين في أمريكا معاه الفلوس اللي تخليه يقدر يشتري كارنيجي ستيل؟ في الوقت ده كان عملاق الاقتصاد جي بي مورجان بالبنك بتاعه بدأوا يدخلوا في استثمارات كبيرة في السكك الحديد الأمريكية. كان عندهم بعض مصانع الحديد والصلب لكنها ما كانتش بكفاءة مصانع كارنيجي. جي بي مورجان عملاق الاقتصاد كنا عاملين عنه فيديو بالكامل بيحكي قصة حياته، واللي أنا شايفها واحدة من أكتر القصص المثيرة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. جي بي مورجان تواصل مع أندرو كارنيجي وقعدوا في قعدة هادية وقال له أنت عايز كام في المصانع بتاعتك؟ ساعتها أندرو سحب ورقة وكتب عليها 480 مليون دولار. 480 مليون دولار كان هيبقى أكبر رقم لصفقة اقتصادية حصلت في تاريخ العالم وقتها. جي بي مورجان مسك الورقة وبص فيها بصة سريعة وقال لأندرو كلمة واحدة بس: أنا موافق. وبالفعل تم الاستحواذ على كارنيجي ستيل من قبل جي بي مورجان والبنك بتاعه بسعر 480 مليون دولار. 480 مليون دولار اللي هم يقدروا بتاريخ النهاردة بأكتر من 20 مليار دولار. أندرو كان بدأ يكبر في السن، وكان عارف إن الناس مش هتفتكره بالحاجات الكويسة بل هتفتكره بالحاجات الوحشة اللي كان اسمه موجود فيها. فقرر انه يتبرع بجزء كبير من فلوسه. اتبرع بأكتر من 350 مليون دولار في إنشاء المكتبات والجامعات والمدارس حوالين العالم. حاول يحسن صورته بأي شكل قدام الناس، لدرجة انه كان بيدعو رؤساء الدول المتحاربة وعشان يقعد معاهم ويحاول يرشيهم ان ما يقوموش حرب. ابسط مثال على كده انه قعد مع قادة الحكومة الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى عشان يحاول يقنعهم ما يدخلوش في حرب عالمية، وكان بيحاول بقدر الإمكان ينشر السلام حوالين العالم. فكل ده يخلينا نسأل سؤال: هل أندرو كارنيجي كان شخص طيب ولا كان شخص شرير؟ أنا هسيب الحكم ليكم والقصة قدامكم بالكامل. لما نيجي نبص على أغنى الناس في العالم دلوقتي هنلاقيهم حاجة من اتنين: يا إما عمالقة التكنولوجيا زي بيل جيتس، إيلون ماسك، مارك زكربيرج وجيف بيسوس، أو عمالقة البورصة زي وارن بافيت. لكن لو هنسأل على مدار التاريخ مين كان أغنى رجل أعمال في العالم، هنلاقي اسم واحد أغنى من كل الناس دول: جون دي روكفيلر. أهلا بيكم في الزتونة، والنهاردة هنتكلم عن قصة حياة جون دي روكفيلر وإزاي بقى أغنى رجل في العالم، مع إن الحكومة الأمريكية جت في وقته وفككت شركاته لأكتر من 30 شركة، لكن حتى بعد موته ب100 سنة لسه مسيطر على جزء كبير من تجارة البترول في العالم. يلا بينا. القصة بدأت سنة 1839. اتولد جون روكفيلر لأب كان بيبيع بعض المستحضرات على إنها مستحضرات طبية، ولأن والد جون كان من الباعة المتجولين خلاه دايما يحس إنه مش عايش في بيت مستقر، خصوصا لما في يوم من الأيام والدهم فاجئوا إنه بيقول لهم إنه عنده أسرة تانية مكونة من أم وأطفال، وإن كلهم هيجوا يعيشوا معاه عشان مش قادر يصرف عليهم في بيتهم التاني. وحالة عدم الاستقرار دي ربت جوه جون إنه دايما عايز يستقل بنفسه، وبالفعل بدأ جون من صغره يعمل شغلانات بسيطة تساعد في فلوس البيت، زي إنه كان بيربي بعض طيور الديك الرومي ويبيعها، أو يجيب بعض الطلبات للجيران ويرضوه بمبلغ بسيط. وبعدها بفترة بدأ يبان قد إيه جون أذكى من كل اللي حواليه، خصوصا بعد ما الأسرة انتقلت لمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو سنة 1854. In a program which covers the entire nation,
Ohio takes an important place. ولكن بعد أقل من سنة جون فاجئ الأسرة كلها إن هو ساب المدرسة عشان يشتغل في مكتبة بسيطة. في المكتبة دي كان بيقبض مبلغ صغير حوالي $0.50 في اليوم. وفي سنة 1857 جون حس إن بقاله سنين بيشتغل في نفس المكان، مع إن صحاب المكان مش عايزين يرقوه أو يزودوا له مرتب، فساب المكان كله. ولأن سمعة جون كانت كويسة، جون قدر ياخد قرض من البنك حوالي $4000، وده اللي كان رقم كبير جدا ساعتها. وعمل بيزنس صغير خاص بيه يكون وسيط بين المزارع وتجار الجملة والماركتس الصغيرة في الولاية. وفي أول سنة كانت المنتجات اللي هو وسيط في بيعها تقدر بحوالي $500,000، وده كان رقم كبير جدا، لكن كانت نسبته من المبيعات دي تعتبر صغيرة، فمعرفش يحقق ربح كبير. لكن البنوك لما شافت قد ايه جون بياع ماهر بدأت تترجاه ان هو يستلف منهم فلوس عشان يكبر البيزنس بتاعه وعشان يحققوا هم كمان ارباح، مع ان جون وقتها ما كانش تم 18 سنة. وفي سنة 1859 حصل حاجة غيرت حياة جون للأبد. في السنة دي بدأت ظاهرة اسمها بنسلفانيا اويل راش. In 1859, Edward Drake drilled this country's first producing oil well near Titusville, Pennsylvania. وهي اكتشافات كتير من البترول في مدينة بنسلفانيا على بعد 160 كيلو من مدينة كليفلاند اللي عايش فيها جون. وفي أقل من سنة أنتجوا 4500 برميل بترول. ومع إن الرقم ده كان كبير جدا وقتها، إلا إن البترول بشكل عام ما كانش ليه فايدة كبيرة، خصوصا إن اختراع العربيات ما كانش لسه موجود وقتها، وكان أغلب إنتاج البترول بيروح لاستخراج الكيروسين اللي بيستخدم في لمبات الجاز. في الأول جون ما اندفعش إنه يستثمر فلوسه في البترول بشكل عام، هو استنى وشاف إيه البيزنس اللي ممكن يتعمل من البترول، واكتشف إن الفلوس الحقيقية مش في استخراج البترول لكن في تكريره واستخراج مشتقات كتيرة منه. واخد باله كمان ان اغلب الناس اللي بتحط فلوسها في البترول بتخسر كل فلوسها قبل ما توصل لبير بترول واحد، فقرر انه ما يتعبش نفسه في تنقيب البترول، وانه يستنى ان كل ما حد يكتشف بير بترول يروح يشتري منه. وفعلا جون استطاع انه يشتري ابار بترول كتير، لكن كان الشغل بتاعها خفيف وكان مجهز نفسه لحاجة أكبر بكتير. ولما اتفتح خط السكة الحديد ما بين بنسلفانيا وكليفلاند سنة 1863 جون كان مجهز كل رجالته عشان يبدأوا الشغل الحقيقي في البترول. رجالته دول كانوا بنوك وأفراد شافوا إزاي جون بيزنس مان جامد، وكانوا كلهم عايزين يشاركوه، خصوصا لما اكتشفوا إن جون كان معين فريق من الكيميائيين والمهندسين عشان يعلوا من كفاءة تكرير البترول واستغلال مشتقاته في مصانع جون. وده يورينا عبقرية جون انه كان دايما باصص لقدام وحاطط خطط انه وقت ما الفرصة تجيله يقدر يستغلها من غير ما اي حد يقدر يقف قدامه. في الوقت ده كانت مصانع تكرير البترول بتشتغل بكفاءة حوالي 60%، لكن التيم بتاع جون من كيميائيين ومهندسين قدروا يعلوا الرقم ده اكتر بكتير، وجون قدر يطلع مشتقات كتير للبترول ويبيعها بشكل منفصل، وده اللي خلى مصانع التكرير بتاعته بتدخل ارباح اكتر بكتير من كل المصانع اللي حواليه. وفي اقل من سنتين كان مصنع التكرير بتاع جون روكفيلر يقدر بأكتر من $70,000، وده اللي كان رقم مجنون سنة 1865. ومع ان الارباح كانت كبيرة جدا جون حس ان كل ده مش كفاية. انا في المنطقة بتاعتي في 26 مصنع لتكرير البترول، لكن بعد اقل من 5 سنين جون كان قدر يستحوذ على 22 مصنع منهم بسبب الكفاءة العالية والأرباح الكبيرة اللي بتدخلها مصانعه. جون كان بيتبع أسلوب قذر لكن ذكي في نفس الوقت للاستحواذ على المصانع اللي حواليه. كان بكل بساطة بيدعوهم لقعدة عشاء، وهم قاعدين جون بيجيب معاه دفاتر المصانع بتاعته وبيوريهم الأرقام. ببساطة أنا أقدر أبيع بخسارة لمدة طويلة لحد ما انتوا تفلسوا، انا اقدر استحمل سنين بس انتوا ما تقدروش تقعدوا شهور. فقدامكم حل من 2، يا اما خلي المصنع بتاعكم يفلس ويتباع بتراب الفلوس، يا اما تبيعوا لي المصنع بتاعكم وهشغلكوا عندي. طبعا المنافسين ما كانش قدامهم فرصة يحاربوا حوت البترول ده، فبكل بساطة كانوا بيبيعوا المصانع بتاعتهم بسعر رخيص ويشتغلوا عند روكفيلر. وبالطريقة دي سنة 1880 جون روكفيلر كان بيسيطر على 90% من تكرير البترول اللي بيطلع في الولايات المتحدة بأكملها. الموضوع جنان بمعنى الكلمة. في سنين قليلة قدر يسيطر على كل أبار البترول وكل مصانع التكرير وقتل كل المنافسة اللي في البلد. النوع ده من الاحتكار خلى الناس كلها تخاف من جون روكفيلر، لدرجة ان رجالة الكونجرس الأمريكي اللي طالعين من ولاية أوهايو، الولاية اللي شغال فيها جون روكفيلر، بدأوا يرفعوا عليه قضايا احتكار، لأنه ببساطة بيسيطر على السوق بالكامل وبيقضي على أي حد بيحاول ينافسه. فلما جون حس إن المشاكل كلها بتجيله من منطقة أوهايو، قرر نقل مقر البيزنس بتاعه لمنطقة نيو جيرسي، وأنشأ شركة ستاندرد أويل تراست اللي كان ليها أسهم في أكتر من 40 شركة. وعشان يبين مدى ثرائه وسلطته ونفوذه، جون بنى مقر شركة عملاق في منطقة برودواي في ولاية نيويورك.
نفوذه وثراءه اللي كان يقدره بأكتر من 20,000 بير بترول، 6,000 كيلو متر من أنابيب البترول، وأكتر من 100,000 موظف. وفي الفترة دي جون أخد باله إن ما عادش هو الحوت الوحيد في تجارة البترول حوالين العالم، وإن تم اكتشاف مئات آبار البترول في آسيا وفي روسيا، واللي كانت بتسيطر عليهم عائلة روثشيلد. والمفاجأة لما عائلة روثشيلد ما كانش عندها أي مانع في تصدير البترول دوت لأمريكا وتغرق بيه السوق. لكن المشكلة الأكبر اللي واجهت جون إن سنة 1890 الكونجرس الأمريكي أصدر قانون اسمه شيرمان أنتي تراست أكت، وده ببساطة بيديهم الحق في التحقيق مع الشركات اللي بتمارس ضغوط احتكارية على السوق. لكن ولأن حجم شركة جون كان عملاق وفيها تفاصيل كتير، التحقيق في الاحتكار ما خلصش غير سنة 1911، وكانت النتيجة إن فعلا جون مارس ضغوط احتكارية كبيرة جدا عشان يسيطر على سوق البترول في أمريكا. وكان قرار المحكمة بتفكيك شركة جون إلى 34 شركة صغيرة، وده عشان يدي الشركات الصغيرة التانية مجال للتنافس مع الشركات دي. ومع ان ده قرار ممكن يكون صادم لأغلب الناس، إلا ان جون احتفظ بالنسبة الأكبر في كل الشركات دي، وكان يعتبر هو برضو المالك لكل الشركات الصغيرة، وقدر يستغل تفكيك الشركات دي عشان يحقق أكبر نسبة ربح. وجون قدر بعد فترة يخلي شركاته الصغيرة دي تستحوذ على الشركات تاني. يعني ببساطة جون عنده 34 شركة، فيخلي الشركة رقم 1 تشتري الشركة رقم 2، والشركة رقم 3 تشتري الشركة رقم 4، لحد ما في الآخر عمل برضو شركات عملاقة تاني. وده اللي خلى في سنة 2010 ترجع كل الشركات بتاعة جون تاني لواحدة من ال4 شركات العملاقة. ال4 شركات العملاقة هم شيفرون، إكسون موبل، بريتش بتروليوم، وماراثون للبترول. وده اللي خلاهم يرجعوا تاني الشركات ال4 دول محتكرين للسوق الأمريكي. ولأن جون فضل هو المالك الأكبر لل4 شركات دول، فضل أغنى رجل في العالم بثروة تقدر ب$400 مليار بفلوس النهارده. ولو مش قادرين تتخيلوا قد ايه الرقم ده كبير، فإيلون ماسك اللي فضل أغنى رجل في العالم لمدة طويلة وحقق أكبر رقم في معدل الثروة، كانت ثروته تقدر ب$340 مليار، يعني أقل من جون اللي مات من حوالي 100 سنة ب$60 مليار. ودي كانت قصة جون روكفلر، القصة اللي بدأت من طفل بيجيب طلبات للجيران لحوت البترول الأمريكي وأغنى رجل أعمال في العالم. تخيلوا إن في راجل كان بيخوف رؤساء أمريكا، راجل بسبب سلطته وقوته الاقتصادية قدر ينقذ أمريكا من الإفلاس مرتين، وده اللي خلاه ممكن بإمضة أو جرة قلم يخلي أمريكا تفلس بسهولة. أهلا بيكم في الزيتونة، والنهاردة هنحكي قصة الغني القبيح جي بي مورجان. جون اتولد سنة 1837 في أسرة من الطبقة المتوسطة العليا بسبب شغل والده. والده كان اسمه جونيوس مورجان، وكان شغال في القطاع البنكي ما بين أمريكا وأوروبا، وكان حريص إن ابنه يتعلم أحسن تعليم خصوصا في المجال الاقتصادي، عشان كان عايز في يوم من الأيام ابنه يكمل على خطاه في القطاع البنكي ما بين الدول. لكن المشكلة إن جون اتولد ببعض الحالات الصحية زي الكحة المستمرة والصداع النصفي، وفي بعض الأحيان بيصاب بتشنجات غريبة. وده اللي خلى جون وهو طفل يواجه صعوبة إنه يطلع مع البيت ويلعب مع الأطفال، فكان بيفضل إنه يقعد في البيت ويقرأ من الكتب بتاعت والده، الكتب اللي كانت غالبا بتتكلم عن الاقتصاد وسيطرة المال. لكن مع الوقت حالة جون الصحية بدأت تسوء، فقرر والده إن يبعته لجزر آزور اللي موجودة في المحيط الأطلنطي، بسبب اقتناعه إن عيشة ابنه في مكان حار مليان بالهواء المالح اللي جاي من المحيط الأطلنطي هيساعد في شفاء ابنه. جون قضى على الجزر دي سنة كاملة بعيد عن أهله على أمل إن حالته الصحية تتحسن. وبالفعل بعد فترة حالته الصحية اتحسنت كتير ورجع جون للدراسة تاني. وعلى سنة 1857 كان جون عمل دراسات كتير في بوسطن وسويسرا وألمانيا، كلهم بيتمحوروا حوالين الاقتصاد وسيطرة المال وإدارة البنوك. كل ده وما كانش كمل 19 سنة. في الوقت ده كان والد جون شريك في بنك اسمه جورج بي بادي أند كو في مدينة لندن، وساعد جون في الحصول على وظيفة في وول ستريت في نيويورك. الشغلانة دي كانت في بنك اسمه دونكان شيرمان أند كو، والبنك ده كان بشكل من الأشكال تابع للبنك بتاع والد جون في لندن. جزء كبير من شغل جون في البنك كان إنه يبعت لوالده يوميا جوابات بتوضح الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأمريكا. وزي ما عرفنا في الفيديو بتاع عائلة روثشيلد إن قوة البنوك بتاعت العيلة ما كانتش في الفلوس بل كانت في المعلومات. والد جون كان دايما بيلاحظ حاجة في الرسائل بتاعت جون، إن الرسائل بتاعته بتوضح إن أمريكا اقتصاد بيكبر بسرعة، لكن والده كان خايف لأن جون كان بياخد قرارات فيها مخاطرة كبيرة
عشان يحقق أعلى ربح بسرعة، وده اللي كان بيقلق والد جون وشركائه، إن ابنك ممكن يضيع فلوسنا في استثمارات غلط. مثال على كده موقف حصل سنة 1859. في السنة دي جون كان في رحلة لمدينة نيو أورلانز، وشاف سفينة محملة بالكامل بقهوة برازيلي، لكن ما كانش فيه مشتري ليها، فقرر إنه يستخدم فلوس الشركة واشترى حمولة السفينة بالكامل من غير ما يكون عنده مشتري بعد كده ياخد القهوة دي منه. ومع إن بعد فترة بسيطة جون لقى مشتري وباعله الحمولة كاملة وحقق ربح كويس من العملية دي، إلا إن والد جون وشركائه كانوا بدأوا يقلقوا من المخاطرات الكبيرة اللي جون بيعملها بفلوسهم. وده اللي خلى جون سنة 1861 يسيب الشركة اللي والده جابله شغل فيها ويأسس شركته الخاصة، كل ده وهو عنده 24 سنة. وفي نفس السنة جون اتجوز حب حياته إيميليا ستيرجس. إيميليا كانت امرأة ضعيفة جسمانيا، وكان عندها كحة مستمرة مش معروف سببها، لكن بعد فترة بسيطة اتشخصت إن عندها تيوبركلوسيس أو مرض السل، واللي كان وقتها حكم بالإعدام. وبعد الجواز مباشرة جون أخد مراته عشان يقضوا شهر العسل على البحر الأبيض المتوسط، على أمل إن الجو اللي فيه هوا مالح يشفي مراته زي ما ساعد على شفائه وهو طفل. لكن للأسف مفيش حاجة ساعدتها، وماتت بعد أقل من 4 شهور، وده اللي خلى جون يبقى أرمل قبل ما يوصل 25 سنة. جون كان في حالة نفسية صعبة جدا، لكن قرر إنه يلهي نفسه بإنه حط كل تركيزه في الشغل. أمريكا كانت في الفترة دي بتواجه صعوبات اقتصادية وسياسية كبيرة جدا بسبب الحرب الأهلية اللي نهشت في نسيج المجتمع. وكانت المفاجأة لما جون جاله جواب استدعاء للخدمة العسكرية عشان يشارك في الحرب، لكن جون دفع رشوة $300 عشان اسمه يتشال من لستة المطلوبين للتجنيد، وإن حد يدخل مكانه ويشارك في الحرب. لكن ده ما يمنعش إن جون استغل الحرب وحقق منها أرباح كبيرة جدا. مثال على كده لما مول شراء 5000 بندقية كان الجيش الأمريكي شايفها غير قابلة للاستخدام وإن فيها عيوب كتير، اشترى البندقية الواحدة $3.50. وبعد كده تم إصلاح البندقيات وتطويرها تطوير بسيط بتكلفة قليلة جدا، وبعد كده بكل بساطة باعها تاني للحكومة الأمريكية بسعر $22 للبندقية. يعني اشترى البندقية $3.50 وبعد كده باعها تاني للي اشتراها منه $22. إصلاح وتطوير البندقيات ما أخدش منه أيام، وحقق منه نسبة ربح مهولة. ودلوقتي هنتكلم ازاي جون سيطر على الاقتصاد الأمريكي. الموضوع بدأ سنة 1871 لما قرر جون دمج البنك بتاعه مع البنك بتاع الاقتصاد الكبير أنتوني دريكسل، وعملوا بنك دريكسل مورجان أند كو. لكن بعد فترة بسيطة تم تغيير اسم البنك لجي بي مورجان، البنك اللي لسه موجود لحد دلوقتي. ساعتها قرر جون إن يستثمر جزء أكبر من فلوسه الشخصية وفلوس البنك في الصناعات الجديدة اللي بتظهر في أمريكا. ولو تاخدوا بالكوا ده اللي عمله كل أغنياء العالم في وقتها، زي ما عمل روكفيلر مع البترول واللي شرحناه في الفيديو الكامل بتاعه، وزي كارنيجي في مصانع الحديد المسلح واللي هنعمل عنه فيديو قريب. الناس دي كانوا هم الحيتان بتوع المجالات بتاعتهم ومفيش حد بيقدر ينافسهم. لكن لما جون قرر إنه يستثمر جزء من فلوسه في السكة الحديد، اكتشف إن السكة الحديد فيها منافسين كتير جدا، وإنه مش هيقدر يعمل زي ما جون روكفيلر عمل، إنه يشتريهم كلهم بسهولة. ببساطة هم بدأوا قبل منه بسنين، وجون هو اللي يعتبر لسه صغير في المجال. ومع إن معظم الناس ممكن تبص للمجال ده وتشوف إن فيه منافسين كتير فتقرر تشوف مجال تاني، جون شاف فيه فرصة كبيرة جدا، وهي كتر المنافسين فيه بيخليهم كلهم يقللوا أسعارهم جدا عشان يقدروا يكسبوا أكبر عدد من العملاء. فاتبع أسلوب جديد في تكوين الثروة. الأسلوب ده كان اسمه مورجانيزيشن، واللي اتحول لكلمة ضافت للقاموس بعد كده. المورجانيزيشن باختصار هو ان انت تشتري كل المنافسين الصغيرين اللي تقدر تشتريهم وتجمعهم كلهم في شركة واحدة، وبالشكل ده هم مش هيكونوا بينافسوا بعض، فيقدروا يحطوا السعر اللي هم عايزينه ويحققوا ربح كويس. لان ببساطة كل الشركات الصغيرة اللي حوالينا في المدينة بتاعتنا، ولو عايز تاخد سعر مختلف انت لازم كده تسافر لمدينة تانية جنبنا، فبرضه محتاجنا نوصلك للمدينة التانية. خطة كانت تعتبر غريبة وأغلب الاقتصاديين وقتها كانوا مشككين فيها، لكن جون قدر يثبت ان الطريقة دي نجحت نجاح عظيم. جون في فترة قليلة جدا قدر يتحول من واحد صاحب بنك عايز ينافس شوية في السكة الحديد إلى حوت بيستولى على سوق السكة الحديد بسرعة رهيبة. أي شركة صغيرة لسه بتبدأ كان بيشتريها، أي شركة بتواجه أي صعوبات مالية كان بيشتريها،
أي شركة كانت بتواجه أي صعوبات لوجستية كان بيشتريها ويدمج كل الشركات دي مع بعض ويعمل شركة كبيرة تسيطر على المنطقة، ومنطقة جنب منطقة يبدأ يسيطر على مدن وعلى ولايات بالكامل. وكل ما مساحة المنطقة اللي مسيطر عليها تكبر أسعار التذاكر تعلى وكمية الأرباح تزيد. النجاح العظيم اللي حققه بنك جي بي مورجان في السيطرة على جزء كبير من السكة الحديد في أمريكا خلى مستثمرين كتير من أوروبا تضخ أموال مهولة في البنك بتاع جي بي مورجان، ببساطة لأنه بيحقق أرباح كبيرة جدا. وده اللي خلى جي بي مورجان واحد من أغنى الناس في العالم وقتها. لو عايز تتخيل الثروة دي كانت قد إيه، ف60% من أسهم الشركات الأمريكية اللي بتمثل قوة الاقتصاد الأمريكي كانت في شركات السكة الحديد، وجي بي مورجان بالبنك بتاعه كان بيسيطر على تلت الشركات دي. بمعنى آخر، جي بي مورجان بالبنك بتاعه كان بيسيطر على 20% من البورصة الأمريكية وقتها، وفي الوقت ده كان بيطلق عليه الغني القبيح. جون كان عنده مشكلتين في شكله كانوا مضايقينه نفسيا، لكن في نفس الوقت كانت بتخلي الناس تخاف منه، وهو ان عنده تضخم كبير في الأنف وعنده مرض جلدي اسمه روزيشا. روزيشا ده مرض بيسبب انفجار في الأوعية الدموية في الخد والمناخير، وبيخلي باستمرار لونهم أحمر كالدم. فمناخيره الكبيرة اللي مليانة حبوب ولونها الأحمر كان بيخلي الناس تخاف من شكله. أغلب الصور بتاعت جون مش مبينة الحالة دي، لأن جون كان بيؤمر أي مصور يصوره إنه يعدل في الصورة ويبين مناخيره بشكل طبيعي، لدرجة إن جون في مرات كتير كان بيتخانق مع مصورين في الشارع عشان بيصوروه وهو مش أخد باله، لأن خايف إن صورته الحقيقية تنزل في الجرايد. سنة 1893 أمريكا كانت بتواجه واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخها. بعد سنين كتير من التطور الاقتصادي السريع واستثمارات للأجانب في أمريكا، انفجرت الفقاعة الاقتصادية. البورصة الأمريكية خسرت حوالي 50% من قيمتها، محلات وبزنسز كتير قفلت بابها، وحتى مئات البنوك أعلنت إفلاسها وقفلت. معدلات البطالة وصلت لأرقام غير مسبوقة، وده كله خوف المستثمرين الأجانب وخلاهم عايزين يطلعوا من الاقتصاد الأمريكي في أسرع وقت. في الفترة دي كان الدولار الأمريكي مربوط بالذهب، فكل الأجانب حولوا فلوسهم بسرعة لذهب وطلعوا برا أمريكا، وده اللي خلى أمريكا شبه تفلس من احتياطي الذهب. وبالأرقام كانت المفروض أمريكا هتتعثر عن سداد ديونها اللي المطلوب سدادها في وقت قريب. ساعتها الاحتياطي الأمريكي من الذهب كان يقدر بحوالي 9 مليون دولار بس، وده رقم قليل جدا. ولما الرقم ده نزل في الجرايد كل الناس حست برعب رهيب، وكلهم طلعوا يجروا على البنوك عشان يسحبوا فلوسهم. وكلنا عارفين ان لما كل العملاء يروحوا البنك عشان يسحبوا فلوسهم مرة واحدة ده معناه دمار الاقتصاد. ساعتها جي بي مورجان حس ان هو الوحيد اللي يقدر ينقذ امريكا في الوقت ده، وبالفعل سافر عشان يقابل الرئيس الامريكي وقتها كليفلاند عشان يعرض عليه خطة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. والخطة دي كانت كالآتي: هنعمل رابطة من أقوى الاقتصاديين ومديرين البنوك في أمريكا اللي بقالهم كتير بيشتغلوا مع المستثمرين الأجانب واكتسبوا ثقتهم، هياخدوا منهم ديون كبيرة جدا من الذهب لدعم العملة الأمريكية الدولار في الأزمة بتاعتها. وبعد انتهاء الأزمة وتحسن الوضع الاقتصادي في أمريكا تبقى الحكومة تسدد الدين من الذهب واحدة واحدة. طبعا الرئيس الأمريكي كليفلاند وقتها كان مشكك في الخطة بشكل كبير، لكن شاف ان مفيش اي حلول تانية ولازم يتصرف بسرعة، وبالفعل مضى على موافقة على خطة جون، وتحرك جون وزملائه بسرعة لإنقاذ الاقتصاد. وبالفعل في فترة قليلة جدا قدروا يدعموا الاقتصاد الأمريكي عشان يعدي بالأزمة المالية اللي هو فيها. طبعا جون ما كانش بيعمل ده حبا في الوطن، بل انه طلع بأرباح كتيرة جدا من الصفقة دي، وده اللي ثبت رجله أكتر كأقوى شخص اقتصاديا في أمريكا. بجرة قلم ممكن ينقذ البلد، وبجرة قلم ممكن يدمرها اقتصاديا، وده اللي خلى الحكومة الأمريكية تبدأ تخاف منه وكمان تشدد عليه حتى بعد ما أنقذهم من أزمته. لكن كل ده ما فرقش مع جون، لأن في سنة 1901 جون عمل أكبر صفقات اقتصادية مش بس في تاريخ أمريكا بل في تاريخ العالم. أول صفقة منهم كانت كارنيجي ستيل. كارنيجي ستيل كانت مجموعة مصانع لصناعة الحديد والصلب، كان بيسيطر عليها رجل أعمال اسمه كارنيجي، وده اللي قريب هنعمل عنه فيديو لأنه برضه كان حوت الفولاذ في العالم. لكن سنة 1901 كارنيجي حس إنه كبر ومحتاج يرتاح شوية، وقرر إنه يبيع مصانعه وشركاته. لكن مين في أمريكا يقدر يشتري وفي نفس الوقت يستحوذ على صناعة الحديد والصلب والفولاذ في دولة زي أمريكا؟
سعر البيع كان هيبقى مهول، لكن جي بي مورجان طلب مقابلة خاصة مع كارنيجي وقال له ببساطة مطلوب كام في كل البيزنس بتاعك. كارنيجي حس بالتوتر شوية لأن عارف الرقم اللي كان هيقوله كان عملاق. الرقم كان هو 480 مليون دولار. خليكوا فاكرين إن احنا بنتكلم سنة 1901. ساعتها جون رجع في الكرسي بتاعه وقال له كلمة واحدة: أنا اشتريت. كارنيجي نفسه كان متفاجئ إن جي بي مورجان معاه سيولة 480 مليون دولار. لكن المفاجأة الأكبر إن بعد ما مضوا العقود، لما جي بي مورجان قال لكارنيجي على فكرة أنت لو كنت طلبت 580 مليون دولار كنت هدفعهم برضو عادي، يعني لو كنت طلبت 100 مليون دولار زيادة ما كانش هيبقى عندي مشكلة وكنت هوافق من غير فصال. وبعد الاستحواذ مباشرة دمج شركة كارنيجي ستيل مع الفيدرال ستيل كومباني، والدمج ده طلع شركة يو اس ستيل. ساعتها كانت يو اس ستيل الشركة اللي عملها جي بي مورجان بدمج كارنيجي ستيل مع فيدرال ستيل هي أغلى شركة في التاريخ وقتها. أول شركة قيمتها تعدي $1 مليار، ومش عدت $1 مليار بحاجة بسيطة. قيمة الشركة كانت 1.4 مليار دولار، وده اللي رعب الاقتصاديين والسياسيين مش في أمريكا بس لكن في العالم كله. إزاي الشخص قدر يوصل للمستوى ده؟ لو مش أخدين بالكوا فجي بي مورجان دلوقتي مسيطر على صناعة السكك الحديد وصناعة الحديد والصلب، لكنه موقفش هنا، لأنه في نفس السنة بدأ يدعم توماس إديسون العالم المعروف في التجارب الأولية بتاعته في الكهرباء، ودمج شركة إديسون إلكتريك مع الشركات المنافسة وعمل شركة جنرال إلكتريك، الشركة اللي موجودة لحد دلوقتي. انتوا متخيلين السيطرة اللي كان بيعملها على كل مرافق الاقتصاد في أمريكا؟ كهرباء، حديد وصلب، سكك حديد. سيطرته على الاقتصاد البنكي، هو الآمر والناهي في الخطط الاقتصادية للدولة. كل ده سبب رعب لكل القادة في أمريكا، وده اللي خلى المشاكل الحقيقية تبدأ مع جي بي مورجان. سنة 1907 كان روزفلت هو الرئيس الأمريكي، وكان لا يخفى على أحد إن روزفلت كان بيكره ويحتقر جي بي مورجان لأن شايفه إنه بيسيطر على كل حاجة في الاقتصاد، وبطريقة أو بأخرى سلطة جي بي مورجان في أمريكا أعلى من سلطة روزفلت كرئيس. لكن كل ده ما منعش إن سنة 1907 حصلت تاني أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ أمريكا، وحصل نفس السيناريو تاني. كل الناس جريت على البنوك عايزة تسحب فلوسها، البنوك ما عندهاش الفلوس اللي تديها لكل الناس فهتعلن إفلاسها، لدرجة إن نزل قرار من الرئيس الأمريكي للبنوك، كان قرار سري، إن موظفين البنك وهم بيعدوا الفلوس قبل ما يدوها للناس يعدوها بالراحة جدا ويعدوها كذا مرة، عشان كان متخيل إن بالطريقة دي الفلوس هتطلع بالراحة وممكن الأزمة تعدي. لكن كل ده منفعش، ومن تاني شافوا إن الوحيد اللي يقدر ينقذ الاقتصاد الأمريكي هو جي بي مورجان. خطة جي بي مورجان كانت مختلفة المرة دي عن المرة اللي فاتت. هو شاف إن في بنوك قوية هتقدر تعدي من الأزمة دي بسهولة، اللي هم البنوك الكبيرة وهو على رأسهم، لكن الأزمة هتحصل بسبب البنوك الصغيرة اللي مش هتقدر تسد كل التزاماتها للعملاء. فجي بي مورجان بعت دعوة لكل رؤساء البنوك وقادة الاقتصاد في أمريكا إن يجوا يقعدوا معاه شوية في المكتبة الخاصة بتاعته في منطقة ماديسون أفينيو عشان يحاولوا يشوفوا حل للأزمة الاقتصادية. أول ما كل الناس اتجمعوا في غرفة الاجتماعات، جون أمر إن باب المكتبة يتقفل عليهم من الخارج، وقال لهم الباب مش هيتفتح غير لما نلاقي حل للأزمة الاقتصادية في أمريكا. قال لهم ببساطة إحنا كبنوك كبيرة مش هنفلس، وما عندناش مشكلة، والأزمة الاقتصادية هتعدي علينا عادي جدا، المشكلة في البنوك الصغيرة. فببساطة إحنا هنضخ أموال كتيرة جدا في البنوك الصغيرة عشان تقدر تدفع التزامات العملاء اللي عليها، ومع الوقت يبقوا يردوا الفلوس أو نستحوذ عليهم. طبعا كان في شد وجذب كتير من رؤساء البنوك وقادة الاقتصاد، لكن في الآخر توصلوا إن خطة جون هي الأصلح، وبالفعل تم تنفيذ الخطة وتم إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لتاني مرة على إيد شخص واحد هو جي بي مورجان. لكن بعد إنقاذ أمريكا، جي بي مورجان كان كبر في السن وكان تعبان باستمرار، وفي يوم 31 مارس سنة 1913 مات جي بي مورجان في مدينة روما في إيطاليا، وكمل ابنه مسيرة البنك في الهيمنة الاقتصادية. البنك موجود لحد النهاردة، ولحد النهاردة في كلام كتير بتتمحور حوالين الخوف إن البنك مسيطر على أجزاء كبيرة جدا من الاقتصاد. لكن برضو القادة في أمريكا ما قدروش ينسوا إن جزء كبير من اللي حل الأزمة الاقتصادية بتاعت سنة 2008 كان بنك جي بي مورجان، وأنقذ جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي. ولو جي بي مورجان كان عايش لحد دلوقتي كان هيبقى فخور بسياسات البنك.
واحد من أكبر وأهم علماء القرن العشرين، وليه الفضل الأكبر في أنظمة الكهرباء والإنارة اللي لسه بنستخدمها لحد النهاردة. العالم كله شايفه إنه شخصية عظيمة، لكن ده ما يمنعش إن في طريقه للوصول للنجاح سرق أبحاث علمية وأنظمة كهربائية ونسبها لنفسه. النهاردة هنحكي قصة توماس إديسون. توماس اتولد يوم 11 فبراير سنة 1847 في مدينة ميلان في ولاية أوهايو. كان الولد الأصغر في عيلة مكونة من 7 أطفال. وفي سنة 1859 بدأ إديسون ينزل الشغل. في الوقت ده كان عمره 12 سنة، وعشان إديسون يقدر ينتظم في الشغل اضطر يسيب المدرسة. في الوقت ده شغله كان إنه بيبيع جرايد وبعض الحلويات لركاب القطارات. لكن إديسون كان بدأ يحس إنه بيفقد حاسة السمع واحدة واحدة. كان بيسمع نداءات الركاب بصعوبة، ودي الحالة اللي لازمته عمره كله. إديسون كان بيدعي إن الحالة ديت جاتله بسبب إن في يوم من الأيام في حد شده من ودانه جامد، لكن على أغلب الظن ده ما كانش السبب الحقيقي، وإن إديسون كان بيعاني من التهابات في الأذن الوسطى والداخلية بصفة مستمرة، وده اللي كان مسبب له حالة ضعف السمع. وفي سنة 1863 إديسون كان بدأ يشتغل كعامل تلغراف. للي ما يعرفش إيه هو التلغراف، ده كان جهاز بيستخدم في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن العشرين. فكرته إنه بيرسل رسائل على شكل نبضات. النبضات دي يا إما نبضات قصيرة يا إما نبضات طويلة، والنبضات دي على حسب شكلها بتترجم لحروف، والحروف بتترجم لكلمات، والكلمات بتطلع لي نص الرسالة. والنبضات دي كانت بتتبعت بلغة اسمها لغة موريس أو مورس كود. يعني ده كده كلمة سبسكرايب بمورس كود. فكان عامل التلغراف الشاطر لازم يكون مميز جدا في ترجمة لغة موريس إلى اللغة الإنجليزية بطريقة سريعة، وده اللي كان بيتميز بيه إديسون. وما بين سنة 1863 و 1868 إديسون كان بيسافر ولايات كتير بسبب شغله كعامل تلغراف. وفي أواخر سنة 1868 إديسون اخترع نوع تلغراف جديد. التلغراف ده بيشتغل على سلك واحد بيبعت الرسائل في الاتجاهين، واخترع برينتر بتقدر تركب على جهاز التلغراف عشان تطبع الرسائل ونقدر نحتفظ بيها لفترة أطول، ونقدر نترجمها بشكل أسهل، وما بتعتمدش على إن عامل التلغراف بيسمع الرسالة مرة واحدة بس، فلو ملحقش يترجمها الرسالة راحت. ومن الوقت ده ولحد سنة 1775 كل اختراعات إديسون كانت بتتمحور حوالين التلغراف، لكن ده ما يمنعش إنه كان بيساعد شركات تانية في تطوير وصناعة التليفون. وفي سنة 1876 إديسون فتح أول معمل ليه. المعمل ده كان في منطقة مينلو بارك في ولاية نيوجيرسي. وبعدها بسنتين إديسون حط كل تركيزه في تطوير وصناعة لمبات كهربائية، وأنشأ شركة إديسون للإنارة الكهربائية. أغلب التجارب اللي كان إديسون بيعملها على اللمبات الكهربائية كانت بتكون تجارب ناجحة، ومع كل تجربة ناجحة كان بيقدم على براءة اختراع بالتجربة دي. التجارب الناجحة دي كلها انتهت باختراع الإديسون بالب أو لمبة إديسون. إديسون ما كانش أول واحد يخترع اللمبة الكهربائية، لكن أغلب اللمبات البدائية كانت بتنور لمدة دقايق قبل ما تتحرق، على عكس لمبة إديسون اللي في الاختبارات بتاعتها قعدت 13 ساعة قبل ما تتحرق، وده اللي كان رقم محدش سمع عنه قبل كده. كل ده خلى المستثمرين في شركة إديسون يبقى عندهم ثقة إن الراجل ده هو اللي هياخدنا للنجاح، هو اللي هيطور الإنارة في العالم كله. النجاح العظيم اللي أثبتته لمبة إديسون خلى إن سنة 1882 لمبة إديسون هي اللي كانت منورة شارع بيرل ستريت في منطقة مانهاتن. النجاحات الكتير لشركة إديسون ولللمبة بتاعته خلت أكبر اقتصادي في العالم وقتها يتواصل مع إديسون. الاقتصادي ده هو جي بي مورجان. جي بي مورجان اللي كنا عملنا عنه حلقة بتحكي قصة حياته بالتفصيل وقد إيه الراجل دوت كان مسيطر على الاقتصاد الأمريكي. جي بي مورجان لما كلم إديسون قال له حاجة واحدة بس: الشركة الكهربائية بتاعتك لازم تبقى أكبر شركة كهربائية في العالم. وده اللي خلى جي بي مورجان يستحوذ على جزء كبير من شركة إديسون وعلى كل المنافسين الصغيرين، ويضم كل الشركات دي مع بعض ويعمل شركة جنرال إلكتريك. جنرال إلكتريك اللي من سنة 1892 ولحد النهاردة هي أكبر شركة كهربائية في العالم، وإديسون هو الرئيس بتاعها. لكن قبل تكوين شركة جنرال إلكتريك إديسون كانت حاطة في مشكلة كبيرة. المشكلة دي كانت بعد اختراع لمبة إديسون كان بدأ إنتاج الشكل الأولي من الرسوم المتحركة، شوية صور شفافة وراهم لمبة فبتعرض الصورة على حيطة كبيرة، لكن كان الشكل مش أحسن حاجة وكان الموضوع محتاج تطوير. وبالفعل كان في شركات صغيرة بتطور الموضوع وقدرت توصل لمنتج شبه نهائي، وبعتت دعوة لتوماس إديسون عشان يتفرج على إنتاجهم في المصنع ويحاول يقول رأيه في الموضوع. إديسون انبهر بالمنتج اللي هم بدأوا يصنعوه، لكن في نفس الوقت كان خايف إنهم يسبقوه في الشكل الحالي للسينمات، فراح المصنع بتاعه وبدأ يطور شكل للرسوم المتحركة بعد ما شاف هم بيطوروه إزاي في المصنع بتاعهم. بمعنى تاني سرق التقنية اللي هم استخدموها عشان يطوروا
الرسوم المتحركة. مش بس كده، ده راح كمان طلع براءة اختراع على المنتج ده، وادعى ان هو المنتج بالكامل من اختراعه وسماه الفيتاسكوب. وأول ما خد شهادة براءة الاختراع راح رفع قضايا على الشركات اللي كانت بعتت له دعوة قبل كده، قال لهم ان انتوا بتسرقوا المنتج بتاعي اللي انا طورته بالكامل من اختراعي. وكلنا طبعا عارفين ان ده كذب، لكن المفاجأة لما اديسون اكتشف ان الشركات الصغيرة دي كانت اخدة براءات اختراع على الشكل الاولي للمنتج، الشكل الأولي اللي توماس احتاجه عشان يطور الشكل النهائي. فالمحكمة حكمت إن إديسون بيشتغل بسياسات احتكارية وأمرته بدفع تعويضات للشركات الصغيرة، ودي اللي كانت فضيحة لاسم توماس إديسون. ساعتها إديسون قرر إنه يخرج من مجال الصور المتحركة بالكامل. ودلوقتي هنتكلم عن أكبر خناقة إديسون دخلها في حياته، وهي خناقاته مع نيكولا تسلا ومع ويستن هاوس. طبعا كلنا عارفين تسلا، واللي هنعمل عنه فيديو قريب جدا هيحكي قصة حياته بالكامل. ولو انت متابع فيديوهاتنا فويستن هاوس اللي كان فورد شغال فيه في وقت من الاوقات، واللي برضه هنعمل عنه فيديو قريب. لكن قبل ما اتكلم في الخناقات، في رسالة عايز اوجهها لكل اللي بيتفرج علينا. القناة في الفترة الأخيرة نسبة المشاهدات فيها زادت بشكل كبير، فكل الشكر للي بيتفرج علينا وحابب المحتوى بتاعنا. لكن اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فلو حابب تدعمنا يا ريت تشترك على القناة وتدوس زرار السبسكرايب. أتمنى نوصل ل1000 مشترك قبل بداية السنة الجديدة. شكرا ليكم جدا، ويلا نكمل الفيديو. نيكولا تسلا في وقت من الأوقات كان شغال في شركة توماس إديسون، والغريب إن كانت علاقتهم ببعض كويسة، لكن كان في دايما اختلاف في وجهات النظر. الاختلاف ده كان بيتمحور حوالين نوع التيار المستخدم في الإنارة. إديسون كان شايف إن الحل في الدايركت كارنت أو التيار المستمر، لكن تسلا كان شايف إن الالترنيتنج كارنت أو AC أو التيار المتردد هو المستقبل. لكن عند إديسون هو اللي ولد الخلاف ما بين تسلا وإديسون. إديسون كان متعصب جدا لرأيه، خصوصا إن الشركة المنافسة ليه ويستن هاوس كانت بتستخدم الالترنيتنج كارنت زي ما تسلا كان بيقول، وده اللي خلى إديسون شايف إنه لو سمع كلام تسلا واستخدم الAC فهو بيعترف بطريقة غير مباشرة إن ويستن هاوس أحسن منه. ومع إن الAC كان أفضل وأوفر في نقل الكهرباء لمسافات طويلة وبدأ انتشاره في الولايات المتحدة، إديسون كان مازال عنيد وبيحاول يثبت إن الDC أحسن، وحاول يعمل كده بإن هو مول تجارب كانت بتتعمل إنه يكهرب بعض الحيوانات بالAC عشان يوري الناس إن الAC خطير وممكن يموت الحيوانات. مش بس كده، ده كمان مول الحكومة عشان تعمل أول تجربة إعدام بالكهرباء بالAC عشان يوري الناس إن الAC أو الالترنيتنج كارنت خطير جدا وممكن حتى يقتل بني آدمين. وبعد ما تحدد موعد أول حالة إعدام على الكرسي الكهربائي، ويستن هاوس حاول يوقف الموضوع بأي طريقة عشان ما يخوفش الناس من الAC، لدرجة إنه وكل محامي عشان يدافع عن القضية. لكن الموضوع كان محسوم وتم تنفيذ حكم الإعدام بالالترنيتنج كارنت، والعالم كله اتكلم عن الموضوع إن الAC حاجة خطيرة. لكن في النهاية في إنشاء البنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، الكل تأكد إن الDC غالي جدا في نقل الكهرباء مسافات طويلة، وإنه غير عملي في نقله بشكل كبير، والAC انتصر في النهاية، ودي اللي كانت تعتبر ضربة جامدة لإديسون. وفي يوم 14 أكتوبر سنة 1931 توماس إديسون دخل في غيبوبة غالبا بسبب مرض السكر اللي كان بيعاني منه، وبعدها ب4 أيام مات توماس إديسون. عايزكم تتخيلوا معايا، راجل كلنا نعرفه انه كان عبقري وطور الصناعة في العالم كله، لدرجة ان مصانع العالم لحد النهاردة بتشتغل بالسيستم اللي هو طوره. لكن الراجل ده كان ليه جانب مظلم، لدرجة ان في يوم من الايام امر مديرين المصنع ان هم يضربوا العمال بالنار. كان بيعامل ابنه وحش وبيذله لحد ما موته. النهاردة هنحكي قصة هنري فورد. القصة بدأت يوم 30 يوليو سنة 1863. اتولد هنري فورد في منطقة ديربورن في ولاية ميشيغان في أسرة كلها بتشتغل في الزراعة. لكن هنري كان بيكره الزراعة بشكل عام، وبان من سن صغير انه بيحب يفكك اي حاجة ويعرف بتشتغل ازاي. بوظ ساعات كتير وادوات زراعية بعد ما فكها، لكن واحدة واحدة اتعلم ازاي يركبهم تاني ويشغلهم بشكل طبيعي. ولما دخل المدرسة حس ان التعليم ده حاجة ملهاش لازمة، وان تفكيك الاشياء واصلاحها هيكسبه خبرة تفيده اكتر في سوق العمل، وده اللي خلاه يسيب المدرسة في المرحلة الاعدادية. وبعد ما ساب المدرسة والده حب يختبره، اداله ساعة جيب كانت متطورة شوية عن الساعات اللي هنري اشتغل عليها قبل كده، كان فيها تروس كتير وسوست اكتر. وقال له لو انت سبت المدرسة عشان المجال اللي بتحبه وريني ازاي هتفكك الساعة دي بالكامل وترجعها تاني. لكن هنري فاجئ والده لما بعد ساعات بسيطة قدر يفكك الساعة بالكامل ويوريها له،
وفي دقايق بسيطة أعاد تركيب الساعة وشغلها زي ما كانت بالظبط. وبعد الموقف دوت هنري تعرف إن هو أحسن واحد يصلح ساعات في المنطقة، وكان في ناس كتير بتجيب له ساعات وبتدفع له فلوس عشان يصلحها، وده كان شغله ومصدر دخله الأساسي وقتها. وبعد فترة بسيطة هنري راح مع والده مدينة ديترويت، وفي المدينة شاف منظر غير حياته للأبد. شاف أول عربة من غير أحصنة، عربة بتشتغل بالمواتير البخارية. العربة دي كانت جرار والد هنري كان بيحاول يفرجه عليها عشان يشد انتباهه اكتر ان انت ممكن تشتغل على الحاجات الميكانيكية اللي بتحبها جوه نطاق المزرعة. والد هنري كان لسه معتقد ان هنري ابنه الاكبر وهو اللي لازم يشيل المزرعة من بعده، لكن هنري تفكيره كله كان في حاجة واحدة: ازاي يسيب المدينة الزراعية بتاعة والده ويشتغل في ديترويت في انتاج العربيات. وبعد اسابيع والده اتفاجئ ان هنري هيسيب البيت عشان جات له شغلانة في ديترويت. حصلت مشادة كلامية جامدة بينهم انتهت بان هنري ساب البيت ومشي. هنري ساب البيت بخناقة، لكن كان كله أمل إنه هيعيش في المدينة اللي نفسه يشتغل فيها. وبالفعل بدأ الشغل، لكن بعد أسبوع واحد تم فصله عن العمل. في اللحظة دي هنري حس إن كل حاجة بتتدمر حواليه، جعان ووحيد وقاعد في الشارع بدون مأوى. لكن الحاجة اللي أنقذته إن والده كان ليه صديق شغال في ورشة ميكانيكا في مدينة ديترويت، ووالد هنري كلم صاحبه عشان يشغل هنري معاه. هنري كان بيشتغل في ورشة الميكانيكا الصبح وبيشتغل في محل جواهرجي بالليل، وأثبت كفاءة كبيرة في وقت قصير في الشغلانتين، لكنه كان بيحب شغل الميكانيكا أكتر بكتير. شغله في ورشة الإصلاحات علمه يتعامل مع أنواع كتير من المواتير البخارية، إزاي بتشتغل وطرق إصلاحها وإزاي يعلي من كفاءتها. وده كان مهم جدا لهنري عشان يتحول من ميكانيكي مبتدئ لواحد من أشطر وأقوى الميكانيكية في مدينة الصناعة ديترويت. وبعد فترة بسيطة جه لهنري عقد عمل من شركة ويستن هاوس للإصلاحات الميكانيكية، وكانت الوظيفة المعروضة عليه ميكانيكي مواتير بخارية. وكالعادة هنري أثبت كفاءة كبيرة في الشغل الجديد، لكن هنري كان حلمه أكبر من كده. هنري كان عايز كل أفراد الشعب يملكوا نوع من أنواع العربيات. المشكلة إن كانت العربيات البخارية وزنها تقيل جدا وحجمها كبير جدا ومش عملية للفرد العادي. وهنري قضى شهور يحاول يرسم ديزاين للعربات البخارية بحيث تكون عملية في الحجم والوزن، لكن بدون فائدة. وفي يوم كان هنري بيألف في مجلة، وكان في مقالة مكتوبة عن موتور جديد، نوع جديد من المواتير ما بيشتغلش بالفحم لكن بيشتغل بالوقود. وزنه أخف كتير من المواتير البخارية وبيدي قدرة حصانية ممتازة. في البداية هنري مهتمش بالموضوع وحس ان ديت مجرد مقالة بتبالغ في أداء الموتور. وبعدها بأشهر في مزارع صديق والد هنري قال له: أنا محتاجك في شغل في المزرعة، عندي موتور فيه مشكلة وعايزك تصلحه. فهنري بكل عفوية بيجهز عدته وبيقول للمزارع: ايه نوع الموتور البخاري اللي عندك؟ قال له: أنا ما عنديش مواتير بخارية، أنا عندي موتور بالوقود. ودي كانت أول مرة هنري يشوف موتور بيشتغل بالوقود في الحقيقة، واتفاجئ بحجمه الصغير ووزنه الخفيف نسبيا والقدرة الحصانية الكبيرة اللي بيطلعها مقارنة بالمواتير البخارية. هنري بدأ في إصلاح الموتور، لكن كان في دماغه فكرة واحدة بس: هو ده الموتور اللي ممكن يخلي العربيات تتصنع بسهولة وبكميات كبيرة. حاول يفهم الموتور بيشتغل ازاي بالظبط وازاي يصنع موتور خاص بيه، لان دي هتبقى الحلقة الأخيرة عشان هنري يعمل أول عربية باسمه ويحقق الحلم اللي حلمه أول مرة راح مع والده ديترويت. الموضوع أخد من هنري سنين، لكن في النهاية قدر يصنع موتور بيشتغل بالوقود، حجمه صغير ووزنه خفيف. وبدأ هنري بسرعة يصنع عربية يركب فيها الموتور ده. العربية كانت بدائية وبسيطة جدا، جاب عجلتين وربطهم بشاسيه مربع وركب عليهم الموتور وبدأ يجربه. ومع ان كان في شركات سبقت هنري في انتاج العربيات اللي بتشتغل بالوقود، الا ان السيارة البسيطة اللي صنعها هنري بالموتور الخاص بيه كانت اسرع منهم كلهم، وسمى العربية البسيطة دي الكوادرسايكل. وهنري قدر يبيع العربية بتاعته ب$200 وبدأ شغل على طول لإنتاج العربية التانية. العربية التانية أخدت من هنري وقت طويل حوالي 3 سنين، لكن في النهاية لما طلعت كانت عملية أكتر بكتير والموتور بتاعها أنعم بكتير من العربية الأولى. لكن هنري شاف ان صناعة السيارات بالطريقة دي بتاخد منه وقت كتير جدا، وان هو محتاج مصنع عشان يقدر يصنع العربيات بكفاءة اعلى. فبدأ يجمع مستثمرين وخد اكبر مخاطرة في حياته وقتها، وهو انشاء المصنع الخاص بيه. الشركة كان اسمها ديترويت اوتوموتيف براس مال $15,000 من 12 مستثمر، والشركة بدأت العمل في اغسطس سنة 1899. واول ما المصنع ابتدى شغل اجتمع المستثمرين مع هنري في الشركة وناقشوا معاه
سياسة الشركة هتبقى ماشية ازاي. المستثمرين كانوا شايفين ان العربيات بشكل عام هي للأغنياء بس، فطلبوا من هنري يعمل لهم موديلات بأشكال كتير وهيبيعوا العربيات بسعر غالي حتى لو كانت عربيات مش عملية. وده الكلام اللي ما عجبش هنري كان بيركز ان كل عربية لازم تكون كل تفصيلة فيها معمولة بشكل ممتاز، مفيش اي خطأ، وده اللي كان بيخلي العربيات بتاخد وقت كتير في المصنع، وده كان بيضايق المستثمرين عشان ما بيقدروش يبيعوا العربيات بالكميات اللي عايزينها، فبيضطروا يبيعوها بأرقام عالية جدا عشان يعوضوا الوقت اللي ضاع في أرباح أعلى. كل همهم كان الفلوس، لكن هنري كان كل همه إن المنتج يكون ممتاز، وده اللي خلى الشركة تتفكك سنة 1901 بسبب السياسات المختلفة ما بين المستثمرين وما بين هنري. وبعد فشل أول بيزنس خاص بيه، هنري رجع يشتغل في ورشته القديمة تاني، ورجع يركز على صناعة عربية واحدة هو اللي يصنعها من الألف إلى الياء، وتحدى كل اللي حواليه لما قال لهم ان اول ما العربيه دي تخلص انا هدخل بيها سباقات. سباق العربيات في الوقت ده كانت حاجه لسه جديده، لكن هنري كان عنده فكره عبقريه. كل المنافسين بيركزوا على زياده قوه الموتور عشان يكسبوا السباقات، وده اللي كان بيزود وزن العربيات كتير. لكن هنري كان عنده فكره تانية، انا عايز اخف وزن العربيه قدر الامكان، لانه كان شايف ان العربيات الخفيفه وقتها هتكسب السباقات بسهوله. ولما خلص العربية دي كانت عربية خفيفة جدا بموتور 2 سلندر بيطلع 27 حصان. العربية دي كسبت كل السباقات اللي دخلتها في مدينة ديترويت، واكتسحت كل المنافسين، لدرجة ان المستثمرين اللي كانوا مع هنري في شركته الأولية حاولوا يتواصلوا معاه تاني لما حسوا ان وجهة نظر هنري هي اللي صح، عربيات خفيفة بسعر قليل وللناس كلها، فتواصلوا معاه مرة تانية عشان يعملوا شركة من جديد. هنري كان متردد في الأول ان هو يرجع يشتغل مع نفس المستثمرين اللي كانوا معاه في الشركة الأولية، خصوصا بسبب الخلافات الكتير اللي كانت بينهم، لكن عشان المستثمرين يقنعوه ان وجهة نظر هنري هي اللي صح وهي اللي هتمشي في الشركة، قالوا له هنسمي الشركة هنري فورد كومباني. وفعلا هنري اقتنع بالكلام وتم إنشاء شركة هنري فورد، وكان الهدف الرئيسي للشركة صناعة سيارات خفيفة الوزن عملية للسير بيها جوه المدينة بسعر رخيص وأغلب الناس تقدر تشتريه. وهنا بدأت المشكلة، لما هنري حس إن كلامه هو اللي هيمشي على الشركة، قرر إنه يشرف على كل عربية بتتصنع بنفسه، وكل عربية لازم توصل لدرجة مثالية مش طبيعية، لدرجة إن كل عربية كانت بتاخد شهور عشان تنتج. وده اللي خلى المستثمرين شايفين إن هم عمرهم ما هيقدروا يجمعوا فلوسهم أو يحققوا أرباح. وبدأت تحصل خلافات مرة تانية بين المستثمرين وهنري، ومجلس الإدارة بتاع الشركة اجتمع واخدوا قرار ان ما ينفعش هنري يفضل هو المدير التنفيذي للشركة. هنري ما عجبوش الكلام ومشي من الشركة اللي على اسمه، لكن قبل ما يمشي من الشركة طلب ان ياخد حقوق ملكية اسمه مرة تانية، وبعد براءات الاختراع على مواتير هو صممها بنفسه. والمستثمرين ما كانش عندهم اي مشكلة ان هم يتخلوا عن الاسم وبراءة الاختراع لهنري طالما هيخلصوا منه. وساعتها تم تغيير اسم الشركة لشركة كاديلاك، شركة كاديلاك اللي موجودة لحد دلوقتي. وبعد ما هنري حس ان هو السبب في فشل شركتين لتصنيع السيارات، قرر يرجع للحاجة اللي هو بيحبها، يعمل عربية خاصة بيه يصممها بنفسه ويدخل بيها سباقات. والجدير بالذكر ان في الفترة دي هنري صمم عربية سماها فورد 3 تسعات. العربية دي اكتسحت كل السباقات اللي دخلتها وكسرت كل الأرقام القياسية اللي كانت في أمريكا وقتها. والنجاح الكبير ده خلى هنري مع مجموعة مستثمرين جداد سنة 1903 ينشئوا الشركة الثالثة لهنري، فورد موتور كومباني. المصنع الجديد بتاع هنري بدأ بداية قوية جدا، بدأ بعربية 2 سلندر 8 هورس باور، وسمى العربية موديل A. العربية حققت نجاح كبير والناس كلها كانت بتحبها، لكن هنري شاف المشكلة اللي خلت مصنعينه اللي فاتوا يقفلوا، وهو ان تصنيع العربيات بطيء جدا. المصنع كان بالكتير بيطلع 3 عربيات في اليوم، لكن كل ده اتغير لما هنري راح زيارة لمذبح في ولاية شيكاغو. المذبح كان شغال بسيستم خطوط الانتاج، يعني الذبيحة متعلقة على سير وبتمشي في طريقها، وفي طريقها بتقف قدام كل عامل يعمل وظيفة واحدة صغيرة. فلما العامل بيبقى متخصص في نقطة واحدة وبيكررها مئات المرات في اليوم بيبقى سريع جدا فيها، وبالتبعية بيسرع قدرة انتاج المصنع. وقرر هنري انه يجرب تجربة خطوط الانتاج في مصنع السيارات بتاعته. فاول حاجة عملها عين عدد كبير جدا من العمال مش لازم يكون عندهم خبرة كبيرة في انتاج السيارات، وعلمهم انت هتيجي العربية قدامك هتعمل خطوة واحدة بس، خطوة بسيطة وسهلة واي حد يقدر يعملها. وخلى الموظفين اللي عندهم خبرة كبيرة يكونوا هم المشرفين على خطوط الانتاج، بحيث يراجعوا ان الخطوات الصغيرة الكتير بتتعمل بطريقة صحيحة. ولما القدرة الانتاجية في مصنع هنري زادت جدا، هنري شاف ان الموردين لقطع الغيار
الغيار اللي بيركبها في عربيته بقوا مش ملاحقين على الإنتاج بتاع هنري، فقرر إنه يعمل خطوط إنتاج خاصة بيه لقطع الغيار اللي هتركب في عربيته. يعني المواتير بدل ما كان بيبعت الديزاين بتاعها لمصنع ويعمل له المواتير وهو ياخده يركبه في العربية، بقى بيصنع هو المواتير بنفسه بنفس فكرة خطوط الإنتاج عشان يسرع إنتاج المواتير ويسرع تركيبها في عربياته وينتج عربيات أكتر بكتير. الموضوع ما كانش مطبق على المواتير بس، بل كان مطبق على قطع غيار كتير بتركب في السيارة. الفكرة دي خلت مصنع هنري ينجح نجاح مبهر، نجاح تمثل في عربية اسمها موديل تي. الموديل تي كانت عربية رخيصة جدا، عملية جدا وما بتعطلش، وسهلة الإنتاج بكميات كبيرة في مصانع هنري. النجاح المبهر ده تمثل إن سنة 1914 هنري فورد كان أكبر مصنع للسيارات في أمريكا، هو لوحده أكبر من كل المنافسين في أمريكا. يعني لو أمريكا بينتج فيها 100 سيارة في اليوم، هنري لوحده بيطلع 50 سيارة منهم، وده اللي خلاه يكتسح السوق الأمريكي بالعربية بتاعته موديل تي. الموديل العظيم موديل تي باع أكتر من 15 مليون عربية، وده اللي كان رقم مش ممكن أي حد يتخيله وقتها. كل الكلام اللي فات كان كلام جميل عن هنري فورد وقد ايه هو كان انسان عنده حلم وقدر يحقق حلمه، لكن مش عايزين ننسى ان هنري فورد كان عنده جانب مظلم. اقل ما يقال عنه ان كان عنصري جدا ودموي جدا. الموضوع وصل لدرجة القتل. هنحكي بعض التفاصيل دلوقتي. الموضوع بدأ سنة 1919 بعد النجاح الكبير لموديل تي. هنري قرر يعين ابنه مدير للشركة. ابنه كان اسمه إدزل فورد. إدزل كان دارس السوق كويس جدا، وكان عارف ان النجاح اللي فيه شركة فورد دلوقتي مش هيستمر لو الشركة ما طورتش من نفسها. وإدزل كان عنده أفكار كتير لتطوير الشركة وزيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة الكواليتي في منتجاتها، لكن كان لازم ياخد موافقة هنري في كل التفاصيل. فمع إن إدزل كان هو مدير الشركة، لا يزال هنري هو صاحب الشركة. وهنري كانت عقليته قديمة شوية، مش عايز يطور من الشركة وشايف ان الموديل تي بتحقق نجاح فملوش لازمة التطوير. وكانت دايما ردوده بتكون بصوت عالي وعنف لإدزل قدام العمال والمديرين في الشركة، وده اللي كان بيخلي إدزل دايما شكله صغير قدام المديرين، بيحتقروا كلامه وما بيتبعوش أوامره. ولكم أن تتخيلوا حالة المصنع لما العمال والمديرين شايفين ان مدير الشركة ده ملوش لازمة. وبعد ما كانت شركة فورد لوحدها بتسيطر على 50% من السوق الأمريكي، نزلت مبيعاتها ووصلت للمركز الثالث في أمريكا، وده اللي خلى شركة جنرال موتور وكرايزلر هما اللي يسيطروا على المركز الأول والتاني، وشركة فورد نزلت للمركز الثالث. ومع الصدمات الكتيرة اللي حصلت للشركة وعند هنري في كل أفكار إدزل لتطوير الشركة، إدزل اتصاب بأمراض كتير. الأمراض دي كانت سبب من أسباب وفاته في سن صغير، لكن هنري ما قدرش ينكر الوقعة اللي وقعتها الشركة، وقرر تطوير الإنتاج مرة تانية وعملوا شكل جديد من موديل A. الشكل الجديد من موديل A اللي إدزل كان اقترحه على هنري من أكتر من 10 سنين. 10 سنين بيحاول يقنع والده إن لازم يطوروا من نفسهم، ووالده كان أخد الموضوع عند. لكن بسبب الانحدار الكبير اللي وصلت له الشركة، قرر هنري إن يسمع كلام ابنه ويطوروا الشكل الجديد من موديل A. الشكل نجح نجاح كبير جدا، والناس تهفتت على شراء العربية، خصوصا إن العربية كان فيها الموتور ال8 سلندر اللي كان من تطوير إدزل، مع إن في اجتماعات مجلس الإدارة هنري ادعى إن هو اللي صمم الموتور ده، وده اللي زود من الدمار النفسي اللي تعرض له إدزل في فترة قيادته للشركة. لكن المصيبة الأكبر إن أول ما بدأوا إنتاج الموديل A الجديدة وكانوا متوقعين إن هي هتبيع بأرقام كبيرة جدا، دخلت أمريكا في الكساد العظيم. كساد دمر أي قدرة شرائية لأي شخص في أمريكا. أي حد كان عايز يشتري الشكل الجديد من موديل A ما عادش قادر يشتريه. فعايزكم تتخيلوا إدزل كان حاسس بإيه دلوقتي. ببساطة لو كنتوا استمعتوا لكلامي من 10 سنين كان زماننا زودنا المبيعات أكتر من كده بكتير، وكان زماننا قدرنا نقاوم الكساد العظيم ده ونعدي منه بسلام. وبعد ما اتكلمنا عن أول مصيبة هنري عملها بأنه دمر ابنه وجاب له المرض وموته في سن صغير، هنتكلم عن تاني مصيبة حصلت لهنري، والمرة دي في شركته نفسها. وهنكمل من بداية الكساد العظيم. الكساد العظيم بدأ سنة 1929. في الفترة دي بسبب الصعوبات المالية اللي واجهتها شركة فورد بدأت تقلل أجور العاملين عندها، وبدأت ترفض بعض العمال، وده اللي خلى عمال كتير صوتهم يعلى ويفكروا يعملوا رابطة للعمال تواجه إدارة الشركة. وهنري بدل ما يهدي الوضع قرر يعين عمال جداد. ظاهريا هم عمال شغالين في المصنع، لكن في الحقيقة هم بوليس سري تابع لهنري شغالين وسط العمال، بينقلوا له الأخبار وبيعرفوه مين هم القادة بتوع العمال. ولما العمال خدوا بالهم بدأوا يعترضوا بصوت عالي في المصنع، فأمر البوليس السري إنه يبدأ ضرب العمال. ولما العمال ثاروا وبدأوا يعملوا مظاهرات بره المصنع، أمر البوليس السري بضربهم بالقنابل المسيلة للدموع
وبالرصاص الحي، الرصاص الحي اللي أدى لموت 4 عمال، وده اللي خلى الواقعة معروفة بمذبحة فورد. ودي كانت تاني مصيبة هنري فورد كان السبب فيها. تالت مصيبة كان هنري فورد هو السبب فيها كانت مدينة فورلانديا. في أواخر العشرينات هنري فورد حس إن كمية المطاط اللي بتيجي للمصنع بتاعه لإنتاج كاوتش السيارات بقت قليلة وزاد جودة ضعيفة، فقرر إنه يشتري ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في البرازيل لزراعة وإنتاج المطاط اللي بعد كده هيتشحن على مدينة ديترويت في أمريكا لصناعة الإطارات وكاوتش السيارات. لكن المطاط ما كانش هو الهدف الوحيد لهنري فورد إنه يعمل مدينة فورلانديا. ولع هنري بالسيطرة وقتها خلاه عايز يعمل مدينة خاصة بيه، مدينة يبقى هو القائد بتاعها. المدينة دي هتكون وسط الأفدنة الكبيرة اللي اشتراها هنري، وهتكون مدينة قائمة بذاتها هيعيش فيها كل العمال اللي شغالين في أشجار المطاط هم وأسرهم. المدينة هيبقى فيها مستشفى ومدارس ومحلات وملاعب جولف، مدينة كاملة متكاملة للعمال اللي شغالين فيها، والقائد الأعلى بتاع المدينة هو هنري فورد. المدينة دي كان عايش فيها أكتر من 7000 فرد، وطالما هنري هو القائد الأعلى قرر يحط هو قوانين المدينة. قوانين كان فيها حاجات غريبة جدا، زي إن مثلا منع لعب الأطفال في الشوارع، ومش بس في الشوارع حتى في البيوت، وعين بوليس جوه المدينة يشرف على تنفيذ كل الأوامر اللي بيقولها هنري. من ضمن الأوامر دي إن ممنوع التدخين في المدينة. وحصل إن مرة البوليس اللي عينه هنري اقتحم بيت أحد العمال في مرة ولقاه بيدخن سجاير، فبدأ البوليس يضرب العامل وأسرته ضرب مبرح لمخالفته للأوامر، لدرجة إن الأسرة بالكامل دخلت المستشفى. هنري كان بيضخ ملايين الدولارات في مدينة فورلانديا عشان كل حاجة فيها تمشي بمزاجه. لكن بعد ثورة كل العمال اللي شغالين في فورلانديا على هنري فورد وعلى سياساته القمعية، وبعد إصابة المنطقة بوباء موت عدد كبير من سكان المدينة، هنري فورد تأكد إن جنون العظمة كان غلطة خسرته فلوس كتير، واضطر يبيع المدينة ومزارعها للحكومة البرازيلية مرة تانية ب$250,000 بس، وده اللي كان يعتبر جزء صغير جدا من الملايين اللي ضخها هنري فورد في المدينة. ودلوقتي هنتكلم عن رابع وأكبر مصيبة هنري فورد كان هو السبب فيها. مصيبة كانت بسبب اليهود. هنري فورد كان دايما معروف بكرهه لليهود، لكن كرهه دوت زاد جدا بعد قيام ألمانيا النازية. هنري مول صحف وكتب كتب كلها بتتكلم عن كراهية اليهود، وإن لازم التخلص منهم بشكل من شكلين، إما بالقتل أو بإن نجمعهم في مكان واحد تبقى الدولة بتاعتهم بعيدة عننا. تقدروا تخمنوا الدولة دي كانت إيه؟ وده اللي كان غريب جدا. فورد كان بيكره اليهود لكن في نفس الوقت عايز يبقى ليهم دولتهم، لكن ده ما منعش إن إدولف هتلر كان شايف في فورد حاجة عظيمة جدا، وإن كتاباته مصدر إلهام، لدرجة إن هتلر كان معلق صورة فورد على الحيطة اللي مخصصها لعظماء العالم في المكتب بتاعه اللي في بيته. هتلر من كتر حبه في هنري فورد وإعجابه بكتاباته كان بيوزع الكتب اللي كتبها هنري فورد عن كراهيته لليهود في ألمانيا. وفي 1938 قرر هتلر يدي هنري فورد أعلى وسام شرفي ممكن الدولة الألمانية تديه لأجنبي، وهو وسام الصليب الأعظم للنسر الألماني. مش بس كده، حتى مصانع هنري فورد اللي كانت في ألمانيا وكانت تحت سيطرته وقتها بدأت توقف الصناعات المدنية وتركز على الصناعات العسكرية لألمانيا النازية. تقارير الجنود الأمريكان اللي دخلوا ألمانيا كانوا بيقولوا إحنا كنا مستغربين لما لقينا إن أغلب السيارات النازية عليها علامة فورد. في سنة 1943 مات الابن الوحيد لهنري فورد، إدزل فورد، وفي تصريح لحفيد هنري فورد وابن إدزل I am Henry Ford II. قال إن هنري هو اللي وصل ابنه للموت المبكر بسبب الضغوط النفسية والعصبية اللي كان بيحطه فيها. وبعد سنين بسيطة سنة 1947 هنري فورد نفسه مات. وقبل ما يموت هنري كان سعيد إن اليهود هيبقى ليهم دولة مستقلة بعيدا عن أمريكا وألمانيا. ياه لو يعرف اللي بيحصل دلوقتي.